السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي، المحاضرة الثالثة من منهج حل امتحان CCNA 220. الصوت مسموع كويس يا جماعة؟ طيب الديسكتوب متشير ظاهر عند الناس؟ طيب احنا طبعا رفعنا محاضرتين لغاية دلوقتي. المحاضرتين اللي فاتوا تم رفعهم على القناة، وأنا حاطط لكم في أول الشات روابط كل حاجة بقى، روابط الفيديوهات أو روابط القناة، ورابط الموقع، رابط الصفحة، رابط الجروب، كلهم موجودين في أول الشات. آه هنبدأ كده إن شاء الله الجزء الثالث من محاضراتنا. إحنا آخر مرة حلينا ال Introduction to iOS و Managing iOS. النهاردة هنحل المفروض IP Routing. لا، ال IP Routing 52 سؤال. الراوتينج ده طبعا هو يعتبر أصعب جزء عندنا، أصعب جزء وأطول جزء عندنا هو فيه 52 سؤال. فأنا أفضل نخليهم أطول محاضرة، اللي هي المحاضرة الأخيرة، نخليها كلها راوتينج، نتكلم فيها راوتينج من أوله للآخر. يعني هنحل ال 52 سؤال في المحاضرة، لأن إحنا الساعة بتاعة المحاضرة حوالي رينج من 30 ل 40 سؤال تقريبا، فده هيبقى طويل جدا، غير إن شرح الراوتينج أساسا كبير. فهنخلي الراوتينج آخر جزء معانا، نتكلم بقى على كل البروتوكولات وفكرة الراوتينج بصورة أساسية، لأن هيبقى كله عبارة عن VLSM، وهيبقى عبارة عن راوتينج، البروتوكولات والاستاتيك وكل ما يخص الطبقة الثالثة. فده يعتبر كمان أصعب جزء في المنهج بصفة عامة، فهنخليه ده للآخر، وناخد النهاردة دروس أخرى بحيث إن إحنا نخلص اللي علينا يعني. هنبتدي النهاردة ممكن ناخد النات والسكيورتي، وممكن الوان بيدي كده لذة يعني، الكلام عن الوان ممتع. ناخد الوان كده يبقى معانا 9 و14 13 سؤال، و33 لا هيبقى كتير، ممكن نشيل السكيورتي. يبقى النهارده نتكلم على النات والوان. النهارده شرحنا هيبقى نات ووان، هنشرح الجزء ده او الجزئين دول، وبرده كده كده يبقى اسمنا خلصنا منهم من المنهج. نبدأ بسم الله. اول سؤال معانا هما كده 37 سؤال، يعني رينج كويس لمحاضرة النهارده. Which of the following describes the roles of devices in a WAN؟ ايه من الاجابات اللي جايه دي بيوصف الاداء او وظيفه الاجهزه اللي بتشتغل على الوان؟ وقال لي اختار ثلاثه. CSU DSU terminates a digital local loop. قبل ما نتكلم على انواع الديفايسز، طبعا احنا بنتكلم على لاير 2 اللي هي بروتوكولات الوان. لاير 2 لاير 3 الاثنين بيمانجوا الوان بروتوكولز. من الاجهزه اللي بتستخدم في الوان المودم والسي اس يو، دول شاهرين جدا. السي اس يو دي اس يو اللي هو الشانل سيرفيس يونت، ديجيتال سيرفيس يونت، ده حاجه شبيهه بالمودم كده، بس ليه وظيفه محدده، انه بيشتغل على الليز لاين او على اللوكال لوب. اللوكال لوب، كلمه لوكال لوب يعني الليز لاين. لما اجي اوصل ليز لاين وبتعاقد عليه في السنترال، بيوصلوا لي، بيجي لي فني تليفونات بيوصل لي تليفون عادي جدا بس من غير حراره، بيوصل لي سلك التليفون اللي هو الرمادي ده، سلك عادي جدا، بس الفرق انه فاضي، ما فيش اي سيجنال بتمشي فيه. فبحتاج له هنا، ما ينفعش المودم العادي، لان المودم العادي بيشتغل على حراره التليفون. مودم النت ده بيشتغل على حراره التليفون، محتاج سيجنال تليفون، وبالتالي بيترجمها من انالوج لديجيتال. فهو وظيفته اساسا بيتعامل مع الاشاره الانالوج بتاعت التليفون. اما السي اس يو فهو نفسه بيصدر اشاره او بيصدر نبضات، لان الخط اساسا فاضي ما فيهوش اي حاجه، هو بيسمح بنقل الداتا فقط، ما بيسمحش بنقل فويس، وبالتالي الخط نفسه فاضي. فبيحتاج ديفايس يترجم الاشاره الديجيتال بقى، او يحول الاشاره لحاجه ديجيتال يفهمها الراوتر. اوكي. وبالتالي السي اس يو دي اس يو جهاز بيتعامل مع الرواتر بصفه عامه او مع الخطوط الديجيتال، لان مفيش خط انالوج اساسا هو يشتغل عليه، الخط بتاعه فاضي، ده مجرد لينك بيربطه بس بالسنترال اللي هو شايف العالم كله. فاقدر اكلم اي حد تاني عنده سي اس يو زيي، لان الاثنين بيصدروا اشارات، فهيقدروا يكلموا بعض، وبالتالي الاشارات دي كمان بيفهمها الراوتر لانها اشارات ديجيتال. فهنا بيقول لي السي اس يو دي اس يو terminates a digital local loop. صح، هو وظيفته يتعامل او يترمينيت، يعمل termination لديجيتال لوكال لوب، بيتعامل مع الديجيتال لوكال لوب، والكلام ده صح.
A modem terminates a digital local loop. لا، ما بيتعاملش مع الديجيتال، بيتعامل مع الانالوج بصورة أساسية أو مع نبضات التليفون، الحرارة. فالإجابة دي مش معايا. CSU terminates an analog local loop. لا طبعا، احنا قلنا ده بيتعامل مع الديجيتال لوكال لوب، ملوش علاقة بالانالوج خالص ولا يفهمها. A modem terminates an analog local loop. صح، المودم بيتعامل مع الانالوج لوكال لوب. A router is commonly considered as DTE device. والإجابة الأخيرة router commonly considered as DCE device. DTE طبعا data terminal equipment اللي هو الوصلة الفيميل، آسف الوصلة الميل، اللي هي الوصلة الذكر بمعنى أصح، اللي هي بتركب في المستقبل. والدي سي اي الداتا الديجيتال، آسف، دي سي اي دي تي اي داتا تيرمينال ايكويبمنت، و داتا شانل ايكويبمنت دي سي اي اللي هي الفيميل، اللي هي بتركب في الراوتر اللي بيصدر الاشاره او اللي بيطلع السرعه، اللي بينتج السرعه. يعني لو هوصل راوترين، واحد فيه الباندويث الكبير مثلا راوتر تي اي داتا، وعايز يدي باندويث او يدي سرعه على الراوتر اقل منه، لازم الكيبل اللي هيركب فيه تي اي داتا يبقى الفيميل اللي هو الدي سي اي. اما التاني فهيستقبل السرعه اللي تجيله ايا كانت، عشان كده بيركب فيه الكيبل الميل، الكابل الذكر. فالميل ده معناه انه يستقبل بصوره عامه اي داتا تجيله. وبالتالي بيقول لي هنا الراوتر بيتم التعامل معاه على انه دي تي اي ولا دي سي اي بصوره عاديه، بصوره شائعه من غير تدخل مننا. الراوتر بيستقبل اللي يجيله، الا لو احنا هنظبطه على اساس انه يبقى موزع او يبقى هو اللي يخرج الباندويث. لكن الطبيعي ان هو بيستقبل اللي يجيله. حتى راوتر اي دي اس ال زي ما هتجي لك السرعه هو هيشتغل، وبالتالي هو بيتم التعامل معاه على انه دي تي اي مش دي سي اي. بيتم التعامل معاه على انه دي تي اي مستقبل فقط، الا لو انا عايز اعمل له كونفجريشن انه يرسل، وده بيبقى الاعدادات خاصه، ولازم يجي لي باندويث، يعني يجي لي بون باندويث او يعني حاجه باندويث ضخم، يعني عشان ابتدي انا اجزاه او اوزعه عن طريق الكلوك ريت من بورت معين. وبالتالي التعامل مع الراوتر انه دي تي اي ديفايس. يبقى كده نراجع تاني. سي اس يو ترمينيتس ديجيتال لوكال لوب، ايوه دي صح. مودم ترمينيتس ديجيتال لوكال لوب، لا. سي اس يو ترمينيتس انالوج لوكال لوب، لا. مودم ترمينيتس انالوج لوكال لوب، صح. راوتر دي تي اي. تمام. نتنقل للاجابه اللي بعد السؤال اللي بعده. بالاشاره للرسم which WAN protocol is being used. انهي WAN بروتوكول؟ طبعا احنا عارفين ان الوان بروتوكولز كلها لاير كام. الناس تقول لي كده الوان بروتوكولز لاير كام؟ لاير كتير ازاي؟ مين معايا؟ لاير 2، تمام. الوان بروتوكولز لاير 2، الفريم ريلاي والتريبل بي والاتش دي ال سي، دول لاير 2 بروتوكولز. هنا بيقول لي احنا نفذنا امر شو انترفيس ده على الراوتر، وجاب لي المردود ده، فعايزين نعرف ايه البروتوكول المفعل. نقرا كده بصوره سريعه. لو التريبل بي او الاتش دي ال سي مفعل هيجيب لي اسمهم على طول، لكن هنا جاب لي ايه؟ ال ام اي اب، دي تي اي ال ام اي اب، لوكال مانجمنت انترفيس. ده بروتوكول، ده خاص بايه؟ بالبروتوكول ايه؟ ال ام اي ده خاص ببروتوكول ايه؟ الصوره. طب هلغي الشير كده وافعله من جديد، خليكم معايا. الناس شايفه ديسكتوب كويس؟ مم.
في صورة ظهرت على الناس؟ طيب نرفرش الصفحة، خليكم معايا نعمل ريفرش. كده المفروض عملنا ريفرش والصورة ظهرت تاني أو اتشيرت. ناس معايا؟ طب ممكن ريفرش عندكم يا جماعة برضو بعد إذنكم؟ طيب برضو خليكم معايا أغير البراوزر. كده الناس معايا شايفين ديسكتوب؟ تمام. طب اوكي، هنا بيقول لي بالإشارة للرسم ايه البروتوكول الوان المفعل حاليا. هنلاقي عندنا هنا بيقول لي LMI is up. LMI up يعني معناها ان اللوكال مانجمنت انترفيس، واحنا عارفين البروتوكول ده. البروتوكول ده حد يقدر يقول لي كده خاص ببروتوكول ايه او بيشتغل تحت بروتوكول ايه؟ اللوكال مانجمنت انترفيس. تمام، ده فريم ريلاي بروتوكول. البروتوكول اللي بيشتغل تحت الفريم ريلاي وظيفته يتعامل مع الدلسيهات. وظيفته بيتعامل مع الدلسيهات، او هو البروتوكول الاساسي في الفريم ريلاي. البروتوكول ده هو اللي مفعل يبقى طبيعي
بروتوكول ايه المفعل؟ اكيد الفريم ريلاي، مفيش غيره. لو قلنا شو انسر هو الفريم ريلاي. next، بالإشارة للرسم what statement is true of the configuration for this network. بيقول لي ايه الجملة اللي توصف او الجملة الصحيحة اللي توصف الرسمة دي. احنا عندنا دلوقتي ده المردود بتاع شو ران اللي هو بالاصفر ده، جايب لي الانترفيسز عندي 0001 ده واخد اي بي ادرس 172.16.1.254 على 24، وده 172.16.254 على 24، وده متفعل عليه اي بي نت انسايد وده اي بي نت انسايد. جميل جدا، يبقى الناس دول لازم يخرجوا على اي بي نت اوتسايد دلوقتي، اللي هو انهي؟ اكيد انترفيس سيريال 00. يبقى ده واخد بابليك اي بي زي ما احنا شايفين ومتفعل عليه اي بي نت اوتسايد. فاضل الاكسس ليست بتاعت النت كده، يطلعوا دول كلهم على الانترنت باستخدام النت اوفرلود. اي بي نت انسايد سورس ليست 1 انترفيس سيريال 00 اوفرلود. الامر صحيح مليون في المية، الامر ما فيهوش اي مشاكل، والانترفيسز كمان متنفذ عليه الامر بصوره صحيحه، وكل انترفيس في سب نت مختلف. فلغايه دلوقتي كده مفيش اي مشاكل. اي بي راوت اول نتورك واول ماسك سيريال 00 دي ده معناه طبعا ديفولت راوت، يعني معناها مستقبل عام، استقبل اي شبكه من سيريال 00. واحنا عارفين طبعا الديفولت راوت لازم يكون مفعل على كل رواتر الدنيا، حتى راوتر الاي دي اس ال عندك مفعل عليه الديفولت راوت، علشان انا بقول له كده ايا كانت الشبكه اللي تجيلك شوفها، اي شبكه تجيلك شوفها. يبقى ده مستقبل عام مش مرسل عام، مستقبل عام. خلاص، يبقى انا بقول للراوتر بتاعي اي شبكه تجيلك من خلال سيريال 00 شوفها وسجلها عندك في الراوتنج تيبل. هنشوف بقى الاكسس ليست اللي متكريته. اكسس ليست 1 بيرميت 172.16.1 واكسس ليست 1 بيرميت 172.16.2. تمام كده، الشبكتين زي الفل كده، مفيش اي خطا في الاوامر اللي قدامي دي خالص. هنا طبعا بيقول لي الاوامر دي موجوده على الراوتر ده، جايب لي السهم اهو بيقول لي موجوده على الراوتر اللي اسمه internal راوتر بتنفذ عليه كل الاوامر دي. فايه الجمله التاليه اللي توصف بصوره صحيحه راوتر او توصف الرسمه اللي قدامي؟ based on the information shown above، بالاعتماد على الشكل اللي قدامي ده. which of the following correctly describes the configuration for this network؟ ايه بالظبط اللي يوصف الاعدادات بتاعت الشبكه دي؟ the configuration that is shown provides inadequate دي provides inadequate outside address space for translation of the number of inside addresses that are supported. طيب كلمة inadequate دي أنا بصراحة ما أعرفهاش. طبعا هنا هنلجأ ليه؟ مفيش في الامتحان جوجل ترانسليشن، ودي مشكلة طبعا، وبالتالي بس احنا في الشرح هنا لازم نعرفها. translate.google.com. كلمة بتقول inadequate من انجلش لعربي. inadequate غير ملائم. اوكي، الكلمة دي معناها غير ملائم. في الكونفيجريشن اللي ظاهرة قدامي inadequate outside بتقول ان الاوتسايد ادرس غير ملائم لعملية الترجمة او الترانسليشن اللي بيقوم بيها النت. بالنسبة لعدد الانسايد ناتس الاوامر كلها صح مليون في المية، والاي بي ادرس ما فيهوش اي مشاكل، بابليك اي بي عادي جدا، فما فيش اي حاجة هنا غير ملائمة. الاجابة دي غلط، الاوامر كلها صح. اوكي، because of the addressing on interface fast 01 the serial 00 interface address will not support the net configuration as shown. نفس الكلام بيقول لي بناء على الاعدادات اللي معموله على F01 serial 00 مش هيدعم النت. لا، هيدعم عادي جدا، دول يطلعوا على الانترنت، كل انترفيس من دول ما دام مفعل عنده اي بي نت انسايد هيطلع على الانترنت من خلال اي بي نت اوتسايد اللي هو serial 00 عادي جدا. The number one referred to in the IPNet inside source common reference access list number 1. بيقول لي رقم واحد اللي موجود في access list في IPNet inside اللي هو ده الأمر IPNet inside source list 1، ده بيشير لأكسس list number اللي متكريتة فعلا access list number 1. وهنا أنا ذكرتها في أمر تفعيل النت
وبالتالي امر النات صحيح جدا، بكاريت اكسس ليست وبطبقها من خلال السورس اوفرلود اللي احنا الامر اللي قدامنا ده، وبالتالي الاجابه دي صحيحه. external router must be configured with static routers to networks 17216. external router must external اللي هو ده لازم يتعمل له configuration. انا ماليش دعوه بده اساسا، ده ايا كان انا مش شايف له اي بيات اساسا، وبالتالي هو مش معانا. غير كده الكلام كله على الراوتر ده راوتر انترنال مش اكسترنال، وبالتالي ما دام البابليك ما دام سيريال 00 واخد بابليك اي بي يبقى المفروض طلع على الانترنت. اللي قدامه لازم طبعا يبقى واخد بابليك اي بي، بس هو مش جايب لي اي بيات عشان احكم عليه، وبالتالي دي اصح اجابه معانا اللي هي خاصه بالاكسس ليست. نشوف كده. تمام، دي اصح اجابه. هي الاجابه بسيطه جدا على فكره مقارنه بالضخامه اللي عملها لنا السؤال، او بالرعب اللي عمله لنا السؤال. بيقول لك في النهايه الاكسس ليست دي رقم واحد ده ريليتد للاكسس ليست ولا لا. next. What are two benefits of using NAT؟ طبعا النات استخدامه او وظيفته انه يخرج الاجهزه اللي في الشبكه الداخليه كلها على الانترنت ببابليك اي بي واحد، لان كان الاول بدون استخدام النات كنت لازم كل جهاز في الشبكه الداخليه اغير اي بياته او اشتري له اي بي بابليك عشان يطلع الانترنت. طبعا الموضوع هيبقى مكلف جدا، وبالتالي النات هيخليني اشتري بابليك اي بي واحد بس واعينه الانترفيس معين، واروح لبقيه الانترفيس اللي واصل عليها الشبكه الداخليه ايا كان بقى عدد اي بياتها، واقول لهم اطلعوا على الانترنت بالدور باستخدام اي بي نت اوتسايد او باستخدام الانترفيس اللي هو واخد بابليك اي بي، فكلهم هيطلعوا على الانترنت ببابليك اي بي واحد. عشان كده احنا كلنا لو دخلنا على الانترنت ودخلنا على موقع شو اي بي ادرس في اي شبكه فيها اي عدد من الاجهزه وكتبت شو اي بي هيجيب لك نفس البابليك اي بي، ده معناه ان كلنا طالعين على الانترنت ببابليك اي بي واحد. اوكي، فالنات دوره اساسا يوفر لي في التكلفه. الحاجه الثانيه سكيورتي، لانه بيخفي الاجهزه الداخليه، ما بيعرفنيش الاجهزه الداخليه اي بياتها ايه، هو ما بيظهرليش غير الراوتر بس او الجهاز اللي واخد بابليك اي بي، لكن اللي جوه الشبكه اي بياتهم ايه ما اعرفش، ما بيظهروش اساسا على الانترنت. نشوف الإجابات. NAT protects network security because private networks are not advertised. هو بيقول لي choose two، اختار اتنين. فالنات بيحمي أو بيفعل السكيورتي علشان البرايفت نتوركس not advertised. صح، الشبكات الداخلية دي لسه قايلين الشبكات الداخلية ما بتطلعش على الإنترنت بأيباتها وما بشوفهاش أساسا. NAT accelerates the routing process because no modification are made on the packets. النات بيسرع عملية الراوتنج علشان مفيش موديفيكيشن بتتم على الباكت، مفيش تعديلات بتتم على الباكتس، هو ملوش علاقة أساسا بالراوتنج خالص، ملناش علاقة بالراوتنج خالص، ده مجرد بروتوكول ليه علاقة بالباندوث أو ليه علاقة بتحويل البابليك للبرايفت، ملوش علاقة بالراوتنج تماما. Dynamic NAT facilitates connection from the outside of the network. بيسهل الدايناميك نات، مش النات بقى، الدايناميك نات بس بيسهل عمليه. هو طبعا ما دام قال لي دايناميك نات يبقى السؤال ده غلط، لان هو كده بيتكلم عن جزء معين من النات، او اسف الاجابه غلط، لان كده بيتكلم على نوع معين من انواع النات الثلاثه اللي هو الدايناميك بس. طبعا عندي ستاتيك نات ودايناميك نات واوفرلود او البات، هو كده بيتكلم على الدايناميك نات بس، هيقول لي الميزه اللي فيه، يعني بقيه النات ما فيهوش مزايا غير ان الدايناميك نات نادر الاستخدام، ان احنا كل استخدامنا للبات او الاوفرلود. فهنا بيقول لي الدايناميك نات بيسهل الكونكشنز، الاتصال للاوتسايد اوف ذا نتورك، بيسهل الاتصال. هو مش بيسهل، هو لازم، مش مجرد بيسهل، ده لازم عشان اتصل بالنات بصفه عامه، عشان اتصل بالاوتسايد نتوركس لازم نات. يبقى الاجابه دي برضو غلط. NAT facilitates end-to-end communication when IPsec is enabled. النات بيسهل عملية اتصال بوينت تو بوينت أو يعني من الأجهزة اللي في الشبكة الداخلية للإنترنت لما يكون الاي بي سكيورتي مفعل. طب لو مش مفعل مش هيسهل الطلوع على الإنترنت؟ لا طبعا الإجابة دي غلط. النات eliminates the need to readdress all hosts that require external access. النات بيلغي بقى الاحتياج ان انا اعمل اعادة كتابة للاي بيهات للاجهزة اللي انا عايزها تطلع للاكسترنال اكسس او للانترنت، وبالتالي ده صح لان النات
وظيفته يخليني اخلي الاجهزه زي ما هي بايبيهاتها، ما اكتب لهمش بابليك اي بيز ولا حاجه، ولا اشتري لهم بابليك اي بيز. وبالتالي هو eliminate the needs to readdress، بيلغي عمليه اعاده تعيين اي بيهات للاجهزه اللي محتاجه تطلع على الانترنت. يبقى الاجابه دي فعلا صح. NAT conserve addresses through host MAC level multiplexing. طبعا قاعد يخرف كده، هو ما بيحفظش الاجهزه، ما بيحفظش الايباد. conserve يعني يحفظ، ما بيحفظش العناوين من خلال الماكات كده، ما هو بيخبط كده، لان النات ملوش علاقه بالماكات. وبالتالي كده دول اصح اجابتين. نشوف. تمام. بالاشاره للرسم، what statement is true of the configuration for this network؟ مش لسه معديه علينا دي باين. اي بي نات، ده هي نفس اي السؤال ده كان قبل كده. بس هو مرفع الصوره شويه عشان بس يخدعك، واخد بالك؟ اصل دي خدعه جامده، يرفع الصوره كده انت تتشتت. طب نشوف كده. Based on the information shown above, which of the following correctly describes the configuration for this network؟ نفس الكلام بالظبط، واعتقد هي هتبقى نفس الاجابه. The configuration that shown provides inadequate، غير ملائم، نحفظها بقى. Outside address space for translation of number، هي طبعا the number 1 بتشير للاكسس ليست. نشوف كده، اعتقد هي نفس الاجابه، مفيش اي تغيير. استاذنكم ثواني، خليكم معايا. اوكي، رجعنا تاني. معلش كده على المقاطعة السريعة دي. طيب نرجع تاني. هي الناس عمالة تختفي ليه؟ هو أساسا الناس عمالة تقل بسبب طبعا مفيش حد بيشير اللينكات، وكل ما يعتمد إن في تسجيلات، فطبعا الناس بتريح دماغها وما يعرفوش قيمة التواصل لايف. فدي حاجة مهمة جدا. فيا ريت برضو الناس اللي بتحضر معانا تشير اللينكات يا جماعة، لأن ناس كتير عمالة تبعت لي يا ريت المحاضرات تتسجل، يا ريت المحاضرات تتسجل. طبعا ده معناه إن هم مش هيحضروا أساسا. فنحاول نشير اللينكات على قد ما نقدر بعد إذنكم. نكمل. Which two statements about static net translation are true؟ واختار اتنين. ايه الجملتين اللي بيوصفوا الستاتيك نت؟ الستاتيك نت، طبعا الستاتيك نت ان هو جهاز واحد ببابليك اي بي، اسف، جهاز واحد ببرايفت اي بي، بقول له يطلع على الانترنت ببابليك اي بي. لما يحب يطلع على الانترنت يتحول للجهاز اللي متنفذ عليه نت اوتسايد، ويطلع على الانترنت باستخدام البابليك اي بي ده. They allow connection to be initiated from the outside، بيسمحوا للاتصال انه يتم انشاؤه. الستاتيك نت بيسمح ان الاتصال يتم انشاؤه from the outside. الاجابه دي طبعا صحيحه. They allow connection to be initiated from the outside، دي اجابه صحيحه. They require no inside or outside interface marking because addresses are statically defined. طبعا الكلام ده كلام فارغ، طبعا لازم افعل inside net و outside net. حتى في الستاتيك نت لازم افعل inside وال outside لان ما بيتعرفوش لوحدهم. الاجابه دي غلط. They can be configured with access lists to allow two or more connections to be initiated from the outside. بص بقى هنا، نص الاجابه صح. ان النات عشان يتفعل لازم نكونفيجر access list عشان يسمح ب اتنين او اكتر من الاتصالات to be initiated from، خد بالك بقى من from the outside، لا from the inside. لكن هو بكارية الاكسس ليست للنات علشان تسمح لي ان انا انشئ اتصالين ثلاثه من الخارج، لا ده هو اتصال واحد وبابليك اي بي واحد اللي عندي. اقدر اطلع عليه اتصالين ثلاثه اربعه في الشبكه الداخليه. فهنا الاجابه للاخر كده غلط، فالاجابه دي ما تنفعش. They are always present in the net table. الستاتيك نت ترانسليشن بيظهروا في النت تيبل ده طبعا عن طريق شو اي بي نت ترانسليشن. بيجيب لي الجدول بتاع النت الاربع اعمده الاساسيين. طبعا هو كده كده
بيتسجلوا في الجدول ده، فالإجابة دي صحيحة. يبقى they allow connection to be initiated from the outside. They are always present in the NAT table. دول أصح إجابتين، الباقيين غلط أساسا، يعني مفهومش كلام ما عدا الإجابة دي طبعا نصها صح، لكن بقيتها غلط لأن أنا ما بسمحش بأكتر من اتصال من الخارج. شو answer. تمام. بالإشارة الرسم the big time router is unable to authenticate to the little time router. عندي راوتر اسمه big time وعندي واحد تاني اسمه little time، دول طبعا الهوست نيمز بتوعهم. What is the cause of the problem؟ سيريال 0 سيريال 0 والاثنين متصلين ببعض. بيقول لي راوتر بيج تايم مش قادر يتحقق من الاوثنتيكيشن مع راوتر ليتل تايم. يوزر نيم، احنا دلوقتي على بيج تايم يوزر نيم. طيب احنا دلوقتي عشان ننشئ اتصال بوينت تو بوينت بين راوترين، اتصال انترنت يعني، او ليز لاين، نفعله بقى، نفعل الراوترين يشوفوا بعض بوينت تو بوينت. بنعمل ايه؟ بنفعل التريبل بي، بس علشان نفعل التريبل بي بنعمل يوزر نيم وباسورد للراوتر. فاليوزر نيم للراوتر الاولاني بيبقى الهوست نيم للراوتر الثاني، واليوزر نيم للراوتر الثاني الهوست نيم للراوتر الاولاني، والباسورد بينهم واحده. فهمنا دي؟ يعني بيج تايم ده الهوست نيم هيبقى اليوزر نيم بتاع الراوتر الثاني، وليتل تايم ده الهوست نيم هيبقى اليوزر نيم بتاع الراوتر الثاني. الباسورد بينهم لازم تبقى متشابهه، لازم تبقى زي بعض. اوكي، ده السبب في انشاء او دي الشروط لانشاء اتصال بوينت بوينت بين راوترين. الاوثنتيكيشن طبعا بكتب تريبل بي اوثنتيكيشن واختار يا اما تشاب يا اما باب، يا اما بروتوكول التشاب او بروتوكول الباب، كده بيتم الاتصال وبصوره مشفره، ده في حاله ان انا كاتب التشاب في الاول. فهنا انترفيس يوزر نيم ليتل تايم صح، ده الهوست نيم بتاع الراوتر الثاني، باسورد ليتل 1 2 3. انترفيس سيريال 0، وقفنا على السيريال، عملنا انكابسوليشن تريبل بي صح، تريبل بي اوثنتيكيشن شاب، كده تمام زي الفل على الراوتر الاولاني. الراوتر الثاني يوزر نيم بيج تايم الهوست نيم بتاع الراوتر الاولاني، باسورد بيج هنا الغلطه بقى، هنا لازم الباسورد تتشابه، الباسوردز غلط. لازم لو بقت هنا ليتل 1 1 2 3 ليتل 1 2 3 هنا تبقى بيج تبقى ليتل 1 2 3 برضو، ما ينفعش الباسوردز تختلف. يبقى فهمنا الميكانيزم. نشوف كده الاجابات. The username are incorrectly configured on the two routers. لا طبعا. The password don't match on the two routers. صح. Chab authentication cannot be used on a serial interface. هو معمول للسيريال انترفيس اساسا، الشاب بروتوكول تشفير لاتصالات البوينت تو بوينت، والامر كده بتاعه سليم مليون في المية. The routers can be connected from interface serial 0 to interface serial 0. ليه؟ ماشي، الاجابه دي غلط برضو. بيقول لي الرواتر ما ينفعش تتصل من سيريال 0 لسيريال 0. يعني هو بيطلب مني احنا نغير اسم سيريال 0 في احد الراوترين، نسميه مثلا محمد او تامر، بحيث ان الاسامي دي شائعه. طبعا الكلام ده غلط. with SHAP authentication one router must authenticate to another router. with SHAP authentication مع تفعيل الشاب راوتر واحد must authenticate to another router. The routers cannot be configured to authenticate to each other. قصده يعني يتفعل على راوتر واحد امر الشاب. طبعا لا، افعله على الراوترين، ده لازم يتفعل على الراوترين بصورة أساسية، لازم يتفعل على الراوترين عشان يتم تواصل بينهم، وبالتالي دي أصح إجابة إن الباسورد غلط. شو أنسر هي الإجابة بتاعتنا. اللي بعده the output of the show frame relay BVC. عارفين طبعا الأمر ده show frame relay BVC اللي بيستعرض الدلسيهات بتاعتي أو بيستعرض اللينكس بتاعتي على الفريم ريلاي أو على البورت. BVC status inactive، ظاهر لي من مردود الأمر ده إن ال BVC status inactive. طبعا inactive واكتف وديسيبل دول الثلاث اوامر الخاصه بالفريم ريلاي اللي وظيفتهم يعرفوا لي الحاله بتاعت الشانل او بتاعت اللينك. بس خلي بالك، خد بالك من حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا. شو فريم ريلاي بي في سي لو انت نفذته واداك اساسا بي في سي ستاتيوس سواء inactive اكتف ايا كانت، معنى كده ان الفريم ريلاي على الراوتر بتاعك شغال، تم تفعيله بصوره سليمه. يبقى ما دام اداك المردود ده يبقى هو اساسا كده مفعل. لو ما ادكش اساسا المردود ولا جاب لك بي في سي ستاتيوس بتساوي ايه، يبقى هنا في مشكله عندك انت في الفريم ريلاي. يبقى مجرد انه يقول لي بقى الستاتيوس سواء كانت بقى ان اكتف، لسه هنشرح طبعا ان اكتف ولا اكتف ولا بالظبط ايه المردود بتاع اللي بعد يساوي ده، سواء
ايا كان اللي هيقول لي عليه او الستاتيوس. بس ما دام اداني المردود ده يبقى كده الفريم ريلي عندي انا على الراوتر اللي نفذت عليه الامر شغال كويس. فبيقول لي معنى انه يديك الامر ده او يقول لك inactive، ده معناه ايه؟ The PVC is configured correctly and is operating normally. تمام، صح. لغايه دلوقتي كده ان البي في سي شغاله كويس، بس بي في سي شغاله عندي انا بس كويس. But no data packets have been detected for more than 5 minutes. ايه 5 minutes دي؟ مش معنى 5 minutes. بس مفيش داتا تم استقبالها بقالنا حوالي 5 دقايق. لا، طول ما الفريم ريلي شغال لو سبته ساعات هيفضل اكتف. لازم يفضل اكتف ما دام هو configured properly او شغال صح. يبقى هيفضل اكتف على طول حتى لو ما بيرسلش ويستقبل. يبقى الاجابه دي غلط. The PVC is configured correctly is operating normally وشغال كويس and is no longer actively seeking the address the remote route. هو بقى inactive علشان بيدور على ادرس من الريموت راوت. يعني هو شغال كويس ومعمول له configuration كويس بس بيدور على ادرس من الريموت راوت. هو طبعا seeking the address the remote route. لا طبعا احنا دلوقتي هو ما بيدورش على ادرس على فكره، هو بيدور على رقم دلسي. احنا لاير 2، الادرس ده بيجي بعدين لو حبيت اعمل فريم ماب. لكن من غير فريم ماب برضو الفريم ريلي شغال، مجرد انه يتشيك على الدلسي نمبر ويلاقيه صحيح او يلاقيه مفعل في الفريم سويتش ومفعل في الناحيه الثانيه عند الراوتر اللي انا بتصل بيه، يبقى كده هيفضل اكتف. لو حصل مشكله بقى في الفريم سويتش او حصل مشكله في الراوتر الاخر يجيب لي دي ان اكتف. ده اللي المفروض يحصل. يعني ان اكتف دي بتجي لي لو الفريم سويتش فيه مشكله، في ميس كونفيجريشن في الفريم سويتش او الراوتر الاخر فيه ميس كونفيجريشن. يبقى الاجابه دي برضو غلط. The PVC is configured correctly is operating normally and is waiting for interesting to trigger a call to a remote route. منتظر انه يحصل يعني اكشن كده كويس او يلاقي حاجه تستاهل انه ينشئ اتصال. برضو بصوا يا جماعه، الشو فريم ريلي بي في سي لو جاب لي حاله البي في سي وقال لي الستيتس بتاعتها سواء ان اكتف او اكتف او ديسيبل، يبقى ده معناه ان الفريم ريلي عندي مفعل صح. كلمه ان اكتف دي بقى معناها ان يا اما الفريم سويتش مطفي او في مشكله، يعني اسف، يا اما الراوتر اللي هناك مطفي، الراوتر الاخر مطفي، او في مشكله في الدلسيهات، في مشكله في الدلسيهات. يبقى كده معناه ان الراوتر الاخر مطفي او في مشكله في الدلسيهات، ميس كونفيجريشن في الراوتر الاخر بصفه عامه. لانه ما دام جاب لي مردود للبي في سي يبقى انا كده شايف الفريم سويتش زي الفل. خلاص، يبقى لو انا نفذت امر شو فريم ريلي بي في سي وجاب لي ان الستيتيوس بقى والفيكن والبيكن والحاجات الحلوه دي ان اكتف، ده معناه انه شايف الفريم سويتش. خلاص، ان اكتف او اكتف او ديسيبل كده شايف الفريم سويتش كويس جدا. بس المشكله بقى في الراوتر الاخر اللي انا المفروض الفريم سويتش هيروتني عليه. فهنا بيقول لي is waiting for interesting to trigger. لا مش interesting ولا حاجه ولا اكول، ما بنعملش كول اساسا في الطبقه دي خالص. لا الاجابه دي غلط. The PVC is configured correctly on the local switch but there is a problem on the remote of the on the remote end of the PVC. الكلام ده صح، وهو ده اللي احنا لسه قايلينه، ان كده معناه ان الامر مفعل صح عندي وعلى السويتش الفريم سويتش، بس في مشكله عند الروتر الاخر. في مشكله في الروتر الاخر انه في ميس كونفيجريشن او الراوتر مطفي او ايا كان بقى الكيس، مشكله خاصه بالدلسيات كاتب له دلسي غلط، او في ميس كونفيجريشن في الاعدادات بصفه عامه في الراوتر الاخر. The PVC is not configured on the switch. لا، لو في ميس كونفيجريشن على السويتش الفريم سويتش مش هيجيب لي مردود اساسا للفريم ريلي بي في سي. دي اصح اجابه. تمام، دي اصح اجابه فعلا، الاجابه الرابعه. next. Which command is used to enable SHAP authentication with BAB as a failback method on a serial interface؟ ايه الامر اللي بنستخدمه علشان نفعل الشاب authentication في الاول، ولو وقع او غير مفعل نستخدم الباب بداله؟ طبعا تريبل بي اوثنتيكيشن شاب باب اللي بيتكتب في الاول هو اللي الاولويه في التطبيق. يبقى تريبل بي اوثنتيكيشن شاب باب. ندور على الامر ده، تريبل بي اوثنتيكيشن شاب باب.
تمام. next. Which protocol is an open standard protocol framework that is commonly used in VPNs to provide secure end-to-end communication. ال VPNs بيستخدم بروتوكولات معروفة. بيستخدم بروتوكول، أضعف بروتوكول بيستخدمه ال VPN هو ال Point to Point Tunneling Protocol BBTB. Point to Point Tunneling Protocol ده بروتوكول أساسي ومالتي فيندور لكل اتصالات ال VPN في العالم، بس بروتوكول غير مشفر، أضعف بروتوكولات ال VPN. عايز اقوي الاتصال او امنه بستخدم بروتوكول اعلى منه اسمه Layer 2 Tunneling Protocol او L2TB Layer 2 Tunneling Protocol. بس البروتوكول ده ليه اعدادات خاصه. اولا هو من مزاياه انه بيدعم الاي بي سكيورتي. الحاجه الثانيه ما بيشتغلش من غير سيرتيفيكت اوثورتي، لازم يبقى عندي سيرتيفيكت اوثورتي سيرفر يصدر شهادات تشفير علشان البروتوكول ده يشتغل بكفاءه. فهو بروتوكول قوي جدا مفيش كلام، بس بيحتاج اعدادات خاصه. لكن هنا بيقول لي ايه؟ which protocol is an open standard protocol. open مش منحصر في شركة معينة. that is commonly كلمة commonly دي ليها مردود برضو. commonly دي يعني بصورة شائعة أو دايما بيتم استخدامه في ال VPN to provide secure end to end عشان يضمن برضو السكيورتي مع ال VPN. طبعا ال BBTB هو الكومن بس مش secure. point to point tunneling protocol هو الكومن بس not secure ومالتي فيندور. وال L2TB سكيور جدا بس بيحتاج اعدادات معينه، بيحتاج ان انا يبقى عندي سيرتيفيكت اوثورتي يصدر شهادات اللي هي SSL شهادات تشفير. ده مش كومن، مش شائع ولا حاجه، ده محتاج اعدادات خاصه. الار اس اي ماليش تعامل معاه بصراحه خالص، هو بروتوكول جديد انا ما اتعاملتش معاه في التشفير. الاي بي سيك بروتوكول قوي جدا، يعتبر جزء من تشفير ال L2TB بس بيطبق بروتوكولات الطبقه الثالثه او بيشفر بروتوكولات الطبقه الثالثه فقط. وبالتالي ينفع استخدم الاي بي سكيورتي على الفي بي ان علشان ادعم اقل نوع من انواع السكيورتي. يبقى على الاقل خالص في بي ان مشفر، في حاجه منه مشفره. ال L2TB بيشفر كل حاجه حتى الباكيتس. الاي بي سيك بيشفر بس بيانات الطبقه الثالثه. الاي بي سيك يعتبر جزء من ال L2TB. عشان كده على الاقل خالص ايه البروتوكول اللي اقدر استخدمه؟ يكون بروتوكول شائع يعني اقدر استخدمه على الفي بي ان ويكون مالتي فيندور ويوفر لي سكيورتي اند تو اند. طبعا الاي بي سكيورتي هو البروتوكول. الار اس اي بصراحه انا مش عارف، يعني ممكن يكون هو. ان الار اس اي مفيش كلام عنه خالص ولا حتى في المنهج، مفيش كلام شائع عنه في المنهج. الاي بي سيك هو والال 2 تي بي والبي بي تي بي الكلام عنه في الفي بي ان. الاي بي سيك هو الاكثر شهره واللي هو ينفع في الحاله دي ان انا عايز استخدم الفي بي ان بليست سكيورتي بروتوكول هو الاي بي سكيورتي، وما بيحتاجش اعدادات صعبه يعني. كل حكايه بفعله عن طريق سطر الاوامر. تمام. At which layer of the OSI model does triple B perform؟ طبعا بروتوكولات الوان كلها layer 2. بروتوكولات الوان layer 2. next. The command frame relay map IP كذا 102 broadcast was entered on the router. Which of the following statement is true concerning this command؟ بص احنا بنستخدم اوامر الفريم ماب. انت كده كده طبيعي مجرد ما تعمل انكابسوليشن فريم ماب، مجرد ما تنفذ امر انكابسوليشن فريم ماب انا خلاص فعلت الفريم على طول. بيروح يقرا من الفريم سويتش يجيب الدلسيهات، خلاص اقدر اشوف الرواتر الاخرى لو معمول لها كونفجريشن صح في الدلسيهات لانه لاير 2 بروتوكول. بلجأ بقى اللاير 3 اللي هي عمليه الفريم مابنج علشان اوجه الراوتر بتاعي انه يشوف رواتر اخرى مفعله الفريم ريلي. لان انا كراوتر مين، كراوتر رئيسي شايف الفروع الاخرى. طبعا احنا عارفين بعد تفعيل الفريم ريلي الفروع بس اللي تقدر تبنج عليا او تقدر تشوفني، لكن هم ما يشوفوش بعض. طب عايزهم يشوفوا بعض لازم اوجههم بقى عن طريق اوامر الفريم ماب. فانا هنا الفرع الرئيسي في السويس وعندي فرعين، واحد في اسوان واحد في اسكندريه. فروع لو انا ربطت نفسي بيهم فريم ريلي يقدروا هم يبنجوا عليا وانا اقدر ابنج على الاثنين طبعا، لكن هما الاثنين ما يقدروش يبنجوا على بعض. عشان اخليهم يبنجوا على بعض لازم الراوتر الاولاني انفذ عليه امر فريم ماب واديله اي بي الراوتر الثاني وارفقه بالدلسي بتاعي انا. يبقى الدلسي ده بتاعي انا، بتاع الراوتر اللي متنفذ عليه امر الفريم ماب. اما الاي بي فبتاع الراوتر الثاني. يبقى انا بقول للراوتر روح شوف الاي بي ده وبلغه ان الدلسي بتاعي انا 102.
كده الاثنين يبنجوا على بعض. وطبعا نفس الامر يتعكس هناك في الراوتر الثاني، اخليه يكتب الاي بي بتاعي انا ويرفق الاي بي بالدلسي بتاعه هو. كده احنا الاثنين نشوف بعض. يبقى فهمنا ترجمه الامر ده. فريم ماب اي بي، الاي بي مع الدلسي ده. يبقى بقول له كده روح شوف الاي بي ده وعرفه ان الدلسي عندي رقمه 102. برودكاست، كلمه برودكاست دي يعني ايه؟ يعني هتلاقي، بقول كده للراوتر، هتلاقي بروتوكولات راوتنج متفعله عندي، والاي بي اللي انا بقول لك روح شوفه ده في صبن التاني غيري. خلي بالك ده لازم الامر ده يتفعل في حاله ان التاني في صبن التاني، الراوتر التاني ده او اي بي هو في صبن التاني. فانا كده بقول له هتلاقي راوتنج بروتوكول مفعله، اسمح لها بالمرور على اللينك علشان تخلي الشبكتين يشوفوا بعض ايا كان الراوتنج بروتوكول. يبقى ده الغرض من كلمه برودكاست. كلمه برودكاست مش ما ينفعش اكتبها الا في حاله ان الاي بي اللي انا كاتبه ده في صبن التاني غيري. الاي بي ده لازم يكون في صبن والا هيديني ايرور. انا كده ممكن افصل الشبكتين لو في حاله ان الشبكه التانيه في نفس السبنت وكتبت برودكاست، يتفصل يتقطع الاتصال على طول. خلاص في حاله ان انا نفذت برودكاست. فلازم علشان اكتب برودكاست يبقى الاي بي اللي انا قايل للراوتر بتاعي يروح يشوفه ده يبقى لازم يكون في صبن التاني غير السبنت بتاعي انا او بتاع الانترفيس. فكلمه برودكاست بقول له اسمح بمرور احد بروتوكولات الراوتنج اللي مفعله على الراوتر علشان يخلي الشبكتين يشوفوا بعض. نشوف بقى كده. This command should be executed from the global configuration mode. لا طبعا الامر ده بيتنفذ من على الانترفيس مش على الجلوبال configuration. The IP address 10.121.6.8 is the local router port. غلط طبعا، ده بتاع الاي بي، ده الاي بي بتاع الجهاز الثاني. زي ما قلنا الاي بي بتاع الجهاز الثاني الدلسي بتاعي انا. 102 is the remote دلسي. لا طبعا ده مش ريموت دلسي، ده الدلسي بتاعي انا. This command is required for all frame relay configuration. الامر ده ضروري في عمليه تفعيل الفريم ريلي. لا مش ضروري، عمليه الفريم ماب دي حاجه اوبشنال، عايز تفعله فعله، مش عايز تفعله الفريم ريلي شغال. الفريم ماب ده هي حالته بس زي ما انا بقول لكم كده، ان انا الراوترين اللي هم الفرعين مش شايفين بعض، عايزهم يشوفوا بعض، لكن هم في الاساس شايفيني انا الفرع الرئيسي من غير فريم ماب ولا غيره. مجرد ما اكتب اي بي هنا في الفرع الرئيسي واي بيهات في الفروع الاخرى من نفس السبنت كده اللي احنا الاثنين هنشوف بعض، كلنا هنشوف بعض، او انا هشوف الفرعين دول. احنا بنحتاج بس الفريم ماب في حاله ان انا الفروع الاخرى اللي مش شايفه بعضها عايزه تشوف بعض. The broadcast options allows packets such as RIB updates to be forwarded across the BVC. طبعا هو ده اللي احنا بنقول عليه الغرض من برودكاست. يسمح ل راوتنج بروتوكولز زي الريب، تحديثات الريب انها تمر عبر البي في سي. تمام. Which two options are valid WAN connectivity methods؟ ايه من الاثنين دول يعتبروا WAN connectivity؟ طبعا تريبل بي وان. الواب ده مش وان خالص، الواب ده احد بروتوكولات تشفير الوايرلس. دي اس ال طبعا ده باكيت سويتشنج، احد انواع الوان الثلاثه. ال 2 تي بي فيرجن 3، ويعني لو قال لي فيرجن 2 هقول له لا، بس هو طبعا مش بروتوكولات وان اساسا، ده بروتوكولات في بي ان لاير 3. ال 2 تي بي بصفه عامه مش وان بروتوكول، ده بروتوكول تشفير. ما ينفعش ينشئ اتصال، لازم يكون في اتصال بالفعل عشان هو يشتغل عليه. ايثرنت، طبعا الايثرنت هو مش بروتوكول كونكتيفيتي، ده بروتوكول للشبكه الداخليه او لللان. ايثرنت فاليد وان، لا مش وان طبعا، الايثرنت مش وان ده لان. تريبل بي والدي اس ال دول اصح اتنين. تمام. Which layer 2 protocol encapsulation type supports synchronous and asynchronous circuits and has built-in security mechanism؟ ايه اللاير 2 بروتوكول اللي بيدعم المتناسق والغير متناسق من الاتصالات؟ طبعا الفريم ريلي متناسق، وفي نفس الوقت بيدعم السكيورتي، في بيلت ان سكيورتي، ما بحتاجلوش اجهزه خاصه ولا بروتوكولات خاصه عشان تشفره، هو لوحده بتفعيله بخصائصه في سكيورتي. طبعا ال اتش دي ال سي اللي هو جايبه لي ده يعتبر اسرعهم، بس ما فيهوش سكيورتي خالص، ما فيهوش اوثنتيكيشن، وده العيب اللي فيه اللي خلانا نخترع التريبل بي او نلجا لاستخدام التريبل بي. ما فيهوش اوثنتيكيشن الاتش دي ال سي، وبالتالي
هو بيدعم السينكرونس اند اسينكرونس، المتناسق والغير متناسق. المتناسق يعني اللي هو الليز لاين، الداتا 1 تو 1، وبالتالي الاتش دي ال سي ما ينفعش هنا، لانه بيدعم السينكرونس الاسينكرونس بس ما فيهوش سكيورتي، فده ما ينفعش. التريبل بي طبعا بيدعم تناسق متناسق وغير متناسق، اللي هو الاي دي اس ال والاس دي اس ال، ده يعتبر واحد فيهم متناسق والتاني غير متناسق، او سيمتريك واسيمتريك، فده بيدعم. وكمان في اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد بالاضافه لبروتوكول التشاب، فينفع ده. اكس 25 بروتوكول قديم قوي، يعتبر حاجه زي التريبل بي، بس بروتوكول قديم وسرعته بطيئه، فما فيهوش كمان بيلت ان سكيورتي. الفريم ريلاي تناسق بس، وهو لوحده سكيورتي، فعلا في سكيورتي، او بمعنى اصح هو يعني الميزه في استخدام الفريم ريلاي انه بيضمن ان الشبكات برغم التباعد بينها، برغم ان في بينهم انترنت، الا انهم كانهم في اوضه واحده. دي الميزه اللي ما بيشوفوش غير بعض، بس ما بيشوفوش الانترنت، فده يعتبر سكيورتي، بس هو ما بيدعمش غير السينكرونس بس، المتناسق من الداتا. يعني الداتا 1 تو 1 تبقى ماشيه فيه، عشان كده بيتم تفعيله على الليز لاين، ما بيتمش تفعيله على الخطوط العاديه او الباكيتس اللي هي الخطوط الغير متناسقه يعني. فالفريم ريلي طبعا مش هينفع. يبقى تريبل بي هو المتوفر فيه الحاجتين دول، التناسق وعدم التناسق بالاضافه للسكيورتي. تمام. Which encapsulation type is a frame relay encapsulation type that is supported by Cisco routers؟ طبعا احنا عندنا 3 انواع من ال LMI Local Management Interface، اللي هي بروتوكولات الفريم ريلي. عندي الكيو 933A، وعندي الانسي، وعندي اللي هو سيسكو روترز بتدعمه، او بروتوكول سيسكو خاص بالفريم ريلي، اللي هو الاي اي تي اف، ده اللي هو السيسكو. فهنا بيقول لي انهي بروتوكول من دول هو اللي سبورتد او بيتم دعمه من سيسكو. طبعا بروتوكول سيسكو اللي هو الاي اي تي اف. الاي اي تي اف هو بروتوكول ال ام اي تايب الثلاثه، ده فقط الخاص بشركه سيسكو، ما بيشتغلش غير على راوتر سيسكو. اما 933 اي كيو 933 اي ده مالتي فيندور، بيشتغل على كل الرواتب بما فيهم سيسكو. تمام. راوتر A is unable to reach router B. راوتر A مش قادر يتصل براوتر B. Both routers are running iOS version 12. الاثنين مش شغالين iOS version 12. After reviewing the command output and graphic، بعد مشاهدة الكوماند اللي بيظهر في الصورة ده، ايه اكتر حاجة ممكن تكون سبب في المشكلة دي؟ هنا احنا منفذين امر show run على راوتر A، وهنلاحظ انه الدلسي بتاعه 100 والدلسي بتاع راوتر B 200، وهنا في الفريم سويتش في النص. نفذنا امر show run على راوتر A، جاب لي سيريال 00 اللي هو متصل ده، بيقول لي الباندويث 64 كيلو. تمام. اي بي ادرس 172.168 على 24. تمام. انكابسوليشن فريم ريلي. تمام. فريم ماب اي بي 172.16.101 ودلسي 200. طبعا الامر الفريم ماب غلط. امر الفريم ماب غلط، لان انا برفق زي ما قلنا الفريم ماب بالدلسي بتاعي انا، برفق الفريم ماب بالدلسي بتاعي انا، هو الدلسي بتاعي انا 100، انا كاتب هنا 200 اللي هو الدلسي الاخر، غلط طبعا. يبقى في خطأ في كتابة امر الفريم ماب. incorrect bandwidth، لا ده زي الفل، يوسيت 64 كيلو. incorrect LMI configuration، ده ال LMI ما جبناش سيرته اساسا، تم تفعيل الديفولت بصورة اساسية وما جبناش سيرته اساسا، هو اللي مفعل لغاية دلوقتي. incorrect map statement، صح، امر الماب غلط، لازم اكتب هنا بدل 100 بدل 200 100 ما دام منفذ امر البرودكاست في النهايه. ولازم كمان ده خطأ تاني. هتلاحظ حاجه هنا 172.16.100 في نفس السبنت بتاعه الانترفيس التاني. احنا قلنا الاي بي اللي بيتكتب في امر الماب ده الاي بي الاخر، ولازم يكون من سبنت تاني، لازم يكون من سبنت تاني، والا يحصل ديسكونكشن او يحصل انقطاع في الاتصال. لكن الاي بي ده من نفس الباند، من نفس السبنت بتاعتي، فانا ليه هعمل هنا ماب؟ احنا الاثنين كده كده شايفين بعض، فليه هعمل ماب
ببرودكاست. اعمل ماب بس ماشي، لكن برودكاست دي قلنا هنستخدمها لو عايز اعمل راوتنج او الاي بي الاخر في سبنت تانية غيري، فبقول لراوتر ايه احد بروتوكولات الراوتنج مفعله، فخرجها معاك على اللينك عشان يخلي الشبكتين يشوفوا بعض. لكن الاي بي ده من نفس السبنت بتاعتي، فانا ازاي ليه اكتبه هنا غير ان انا كاتب كمان دلسي مختلف، لازم ارفقه بالدلسي بتاعي انا. طيب incorrect IP address. ايوه بس الخطا مش في الاي بي بس، الخطا في الاي بي فعلا بالاضافه للدلسي. يبقى incorrect map statement، الجمله كلها، جمله الماب كلها غلط. تمام، جمله الماب فعلا كلها غلط. لازم اكتب الدلسي بتاعي انا والاي بي بتاع الهدف بتاع الاخر، ولازم ما دام هكتب كلمه برودكاست يبقى الاي بي بتاع الهدف في سبنت تاني غيري. نيكست. بالاشاره الرسم what is the meaning of the term dynamic as displayed in the output of the show frame relay map command show. كلمة dynamic هنا في المردود بتاع الأمر ده إيه معناها؟ طيب 172 وبرودكاست والستيت is defined active. بصوا يا جماعة، لما يجيب لي المردود بتاع كلمة dynamic دي أو يجيب لي كلمة dynamic في أمر show frame relay map، ده معناها إن أنا مفعل حاجة اسمها الانفيرس أو الانفيرس ARP. إحنا في أمر الفريم ماب بصورة عامة بقول له فريم ماب اي بي، روح شوف الاي بي 192.168.1.50 وقول له ان الدلسي بتاعي 100. خلاص كده اقدر ابنج عليه، ده في حاله ان هو راوتر الراوترين دول مش شايفين بعض بالفريم ريلي. فانا كده بوجه الفريم انه يشوف الراوتر الاخر ده وببلغه ان الدلسي بتاعي 100. لازم الاخر ينفذ نفس الامر ويكتب فريم ماب اي بي 192.168.1.20 اللي هو انا، ويبلغني بالدلسي بتاعه هو. خلاص، فهي عمليه عكسيه. يبقى كده الراوتر الاولاني كده الراوتر الثاني، ده اللي مكتوب على الراوتر الاولاني ده اللي مكتوب على الراوتر الثاني. لو انا جيت هنا نفذت امر فريم ماب او شو فريم ريلي ماب، ده طبعا هيجيب لي الحاله بتاعت الخط الاكتف ولا مش اكتف، و بيجيب لي رقم الدلسي بالاضافه للاي بي، طبعا بالاضافه للاي بي اللي هو شايفه، الاي بي الريموت. بس لو جاب لي كلمه دايناميك بقى، ده معناه ان انا ما وجهتهوش يدوي، ما كتبتلوش الاي بي بصوره يدويه. انا فعلت حاجه على الفريم ريلي اسمها الانفيرس اي ار بي. دي وظيفتها كده زي الدي اتش سي بي، بقول لها اكتشفي الاي بي لوحدك. دي وظيفتها بتحول الدلسي لاي بي، وظيفتها تاخد الدلسي بتاعي وتربطه مع اي بي اخر. الاي بي الاخر ده الانفيرس اي ار بي هو اللي بيروح يجيبه، وبالتالي الانفيرس اي ار بي بيخرج من الروتر عندي يروح للروتر اللي هناك يقول له الاي بي بتاعك كام، يقول له كذا، يقول له طب هاته عشان انا هربطه مع الدلسي 100 بتاع الراجل التاني. كده الانفيرس اي ار بي يبقى عنده وظيفتين، بيجيب الاي بي ادرس بتاع الهدف الحاجه، لان انا مش عارف الاي بي، في حاله ان انا مش عارف الاي بي فبيجيب الاي بي. الحاجه الثانيه بيربط الدلسي بي، فبيحول الدلسي الاي بي ادرس. دي فكره الانفيرس اي ار بي. وما دام جاب لي دايناميك هنا يبقى ده مفعل، ده معناه ان الانفيرس اي ار بي مفعل على الفريم ريلي، علشان ده في حاله ان انا مش عارف الاي بي الثاني ايه، فبقول الانفيرس اي ار بي روح هات الاي بي في واعمل امر الفريم ماب بقى بالنيابه عني، لان انا مش عارف بصراحه الاي بي كام. يبقى ده في حاله ان انا عايز اكتب امر فريم اي بي ومش عارف الاي بي ادرس، فبفعل حاجه اسمها الانفيرس اي ار بي وبرفقه بالماك ادرس بتاعي، برفقه بالدلسي بتاعي. يبقى هنا the serial 00 interface is passing traffic. passing traffic مش لازم يعني الامر ده بيقول لي كده انه لا مش لازم، ممكن يكون ايدل مش شغال دلوقتي، يعني مفيش داتا بتتنقل ويبقى شغال ومفعل وكل حاجه. The DLC 100 was dynamically allocated by the router. لا الدلسي ما بيتعملوش allocation by الراوتر، ما بيتعملوش allocation automatically بصوره اوتوماتيكيه، لا طبعا الاي بي هو اللي بيتجاب بصوره اوتوماتيكيه من خلال الانفيرس اي ار بي. serial 0 interface acquire the IP address ده from DHCP server. ان serial 0 راح جاب الاي بي ده من DHCP server، لا احنا قلنا هو فكرته شبه الدي اتش سي بي، لكن ما بيروحش يجيب الاي بي ده من دي اتش سي بي ولا حاجه.
ديل سي 100 will be dynamically changed as required to adapt the change in the frame relay cloud. لا طبعا الدلسي مش هيتغير تماما، ما ينفعش اغير الدلسي، بيفضل كده مدى الحياه. وكلمه دايناميك هنا المردود بتاعها زي ما احنا قلنا ان انا مفعل الانفيرس اي ار بي اللي وظيفته يروح يجيب الاي بي ادرس بتاع الهدف الثاني ويربطه بالدلسي بتاعي انا. ده في حاله ان انا مش عارف الاي بي الادرس بتاع الهدف. The mapping between دلسي 100 and the end station IP address was learned through invert. تمام، على طول اختارها كده عمياني. هو صح، يبقى الماب من دلسي 100 للهدف اللي هو 1631 ده تم معرفته من خلال inverse ARP. تمام. Network administrator needs to configure a serial link between the main office and remote location. administrator عايز يعمل serial link ما بين المين اوفيس فرع رئيسي وفرع تاني remote location. The router at the remote office is non-Cisco router. الراوتر اللي في الفرع التاني مش سيسكو. How should the network administrator configure the serial link in main office router to make the connection؟ طبعا عندي serial link وعايز اربط الفرع الرئيسي بفرع اخر، بس الفرع الاخر فيه راوتر مش سيسكو. طبعا ممكن بالفريم ريلاي وممكن بالتريبل بي. تريبل بي مالتي فيندور والفريم ريلاي مالتي فيندور، بس لازم الفريم ريلاي اختار بروتوكول 933 كيو، ده مالتي فيندور. لكن الديفولت اللي بيتفعل على الفريم ريلاي هو سيسكو، وبالتالي مش هيشوف غير سيسكو زيه. هنشوف كده الإجابات الأول. الإجابات كلها فيها واحد بيتكلم على الفريم ريلاي، وفيها بقية الإجابات بتتكلم على تريبل بي. تمام كده، أنا عندي إجابتين ينفعوا، نفرزهم بقى ونصنفهم كده، بس نركز في السؤال تاني. Administrator needs to configure serial link between the main office. كده تمام، تريبل بي وفريم ريلاي ينفعوا. الراوتر في الريموت اوفيس مش سيسكو. How should the network administrator configure the serial interface on the main office router to make this or to make the connection؟ طيب نشوف الإجابتين. نبص الأول هنا serial 00 IP address ده encapsulation IETF. طبعا ما فيش أمر كده أساسا، الإجابة دي غلط. interface serial 00 IP address 172.16.11 على 30 ونو شت داون. ده كل اللي عمله اداله اي بي بس، لا انكابسوليشن ولا غيره. طبعا الاجابه دي غلط. انترفيس سيريال 00 اي بي ادرس ده انكابسوليشن تريبل بي نو شت، ده امر كامل مليون في الميه. انا كده ده الامر اللي لازم انفذه فعلا على المين اوفيس. والتريبل بي ايا كان الراوتر الثاني ايا كان الفندور بتاعه هيشوفني، لانه ده مالتي فندور بروتوكول. سيريال 00 اي بي ادرس 172.16.11 على 30 انكابسوليشن فريم ريلاي اوثنتيكيشن تمام، باظ الامر. مفيش اوثنتيكيشن شاب على الفريم ريلاي، يبقى الامر ده غلط، يبقى صح امر اللي هو سي. هو كان الفريم ريلاي ينفع، بس هو جايب لي هنا غلطه عشان اقول له لا الفريم ريلاي ما ينفعش. اوثنتيكيشن شاب ما بيتنفذش على الفريم ريلاي. شو انسر؟ تمام. What are three reasons that an organization with multiple branch offices and roaming users might implement a Cisco VPN solutions؟ ايه الثلاث اسباب اللي تخلي المؤسسات الفروع بتاعت الشركات تستخدم سيسكو في بي ان سولوشنز instead of point to point WAN links، بدلا من الاتصال البوينت تو بوينت زي التريبل بي؟ يعني ايه اللي يخلينا نستخدم في بي ان بدل من استخدام الاتصال العادي بتاع الانترنت او البوينت تو بوينت؟ ريديوس كوست. طبعا الفي بي ان من مزايا يا جماعه بيقلل التكلفه، اقل في التكلفه من الفريم ريلاي، لان انا لو عايز انشئ اتصال سكيور ممكن استخدم فريم ريلاي وممكن كمان استخدم في بي ان اوفر فريم ريلاي. بس الفريم ريلاي لوحده مكلف جدا جدا فوق ما تتخيله، يعني مقارنه بالليز لاين العادي. فانت هتدفع حساب ليز لاين بالاضافه للفريم ريلاي. لكن لو استخدمت في بي ان، الفي بي ان مجرد بروتوكول بفعله كده وما بيبقالوش اعدادات خاصه يعني، او ما لهوش يعني اجهزه خاصه، هو يكون الراوتر بس بيدعم الفي بي ان، فبالتالي اتصال امن وهيقلل لي التكلفه طبعا.
فهنا ريديوس كوست بيقلل التكلفه. طبعا احنا نختار كام؟ نختار 3. شو 3 بيقلل التكلفه. better throughput. throughput يعني انجاز او انتاج انتاجيه افضل. مش عارف better throughput يعني انتاجيه افضل، نخليها دلوقتي. طيب برود باند incompatibility. ايه برود باند incompatibility؟ عدم توافق السرعات او توافق خطوط البرود باند. ملوش علاقه، وبيشتغل على اي حاجه، يشتغل على اي اتصال. يشتغل على اتصال سيمتريك او اسيمتريك، اي حاجه الفي بي ان يشتغل عليه. فلا، ما دي اجابه غلط. increased security طبعا بيزود السكيورتي. scalability يعني بالتدريج، هو تدريجي. ايه تدريجي؟ reduce latency بيقلل البطء. لا طبعا، لو الخط فيه خنقه او بطيء هو ما بيعالجهوش، هو بيشتغل على الباندوتس الموجود او على البرود باند الموجود. في بطء ما فيهوش بطء هو ملوش دعوه، هو بيأمن لي بس سكيورتي وبيقلل التكلفه. بس احنا لازم نختار 3. برود باند incompatibility وريديوس ليتنسي دول غلط. يبقى كده الاختيار بين سكالابيليتي وريديوس وبيتر ثروبوت. بيتر ثروبوت انتاجيه افضل، وسكالابيليتي تدريجي. ما اعرفش سكالابيليتي دي ايه بصراحه، يعني كلمه بالتدريج ده او يعني ايه علاقتها بالكلام مش عارف. ماشي، نختار بقى بصوره عشوائيه بيتر ثروبوت. بيتر ثروبوت غلط. يبقى احنا كده عندنا اجابتين بس اللي صح، والاجابه الثالثه كانت هي اللي احنا مش فاهمينها، اللي هي سكالابيليتي. يبقى هو كده ريديوس كوست صح، انكريس سكيورتي صح، بيتر ثروبوت دي طلعت غلط. هو اتضح ان هو سكالابيلتي. يبقى دي نحفظها زي ما هي كده، انا مش هعرف اشرحها لكم لاني مش فاهمها بصراحه. سكالابيلتي دي كلمه ترجمتها حاجه تدريجيه، فانا ما اعرفش هو ايه علاقته بالتدريج هنا. خش السؤال اللي بعده. which two statistics appear in show frame relay map output. الفريم ريلاي اوت ماب اوتبوت بتاعه او المردود بتاع امر شو فريم ريلاي ماب بيجيب لي الاي بي بتاع الاخر، ويجيب لي الدلسي بتاعي انا، ويجيب لي حاله الخط اذا كان اكتف ولا مش اكتف. دول الثلاث حاجات اللي بيجيبهم الفريم ريلاي ماب. فهنا بيقول لي ايه الحاجتين اللي بيظهروا في امر شو فريم ريلاي ماب. number of picking packets that are received by the router. طبعا البيكن والفيكن عارفينهم. دول بس دول بيظهروا لي في امر شو فريم بي في سي. شو فريم بي في سي بيظهر لي الفيكن والبيكن. الفيكن والبيكن دول اللي هم المرس الباكيتس المرسله والباكيت المستقبله. الباكيت المرسله والباكيت المستقبله هم اختصار لفورورد اكسبليسيتي. هنكبر الخط ده شويه كده. فورورد اكسبليسيتي. فورورد explicit congestion notification. ده الفيكن. البيكن backward explicit congestion notification. فورورد للسنت داتا، بيجيب لي حجم الباكيتس او حجم الباكيتس اللي عامله لي اختناق. بس وانا ببعت وانا بعمل سنت، في منها ان واوت، في فيكن ان واوت، وفي بيكن ان واوت. فيكن الداتا المرسله لو ان تبقى عندي انا، الرقم اللي بيجي جنب الفيكن حجم الباكيتس اللي مسببه اختناق وانا ببعت وانا برسل. البيكن حجم الداتا اللي مسببه لي اختناق وانا بستقبل. ده في حاله البيكن ان بيبقى حجم الفيكن حجم الاختناق، مسبب لي اختناق في الداتا، في نقل الداتا وانا برسل، ده الفيكن. اختناق في الداتا وانا بستقبل، ده البيكن. خلاص، دول عامه ما بيظهرليش في امر الماب خالص، دول بيظهروا لي في امر الشو فريم ريلاي بي في سي. يبقى هنا بيقول لي ايه الحاجتين اللي بيظهروا في امر شو فريم ريلاي ماب اوتبوت.
the number of beacon لا، the value of the local دلسي صح، بيجيب لي اللوكال دلسي عندي انا والريموت اي بي ادرس. the number of beacon لا، the status of the BVC that is configured on the router صح، بيجيب لي الستاتس اذا كانت اكتف ولا لا. the IP address of the local router لا طبعا بيجيب لي الاي بي ادرس بس بتاع الريموت روتر. دول اصح اجابتين. تمام. users have been complaining that their frame relay connection to the corporate site is very slow. المستخدمين بيشتكوا ان الاتصال بتاع الفريم ريلي بتاعهم للفرع الرئيسي بطيء جدا. النتورك ادمنستريتور بقى بشطارته حب يتفحص المشكله ويعمل لها تتبع بقى. فلاحظ ان اللينك اوفرلودد. تمام يا سلام، لسه شرح تطبيق مباشر للفيكن والبيكن. فهو لاحظ ان في اوفرلود، في ضغط على اللينك. ايه اللي هو شافه؟ which output value indicate the local router that traffic sent خد بالك من sent to the corporate site is experiencing congestion. ايه اللي هو شافه في الامر ده يدل ان الداتا المرسله للكوربريت سايت فيها مشكله اختناق. طبعا قلنا المرسل يبقى الفيكن، والفيكن ان يبقى انا عندي اختناق في الفيكن، يبقى الفيكن ان، لان الفيكن اوت يعني الداتا المرسله بس من هناك، المرسله من الراوتر جايب لي حاله الراوتر الاخر وهو بيرسل، ده الفيكن اوت. اما الفيكن ان ده الداتا المرسله من عندي، الفيكن بصفه عامه الداتا المرسله. فطبعا ندور هنا كده هتلاقي اهو البيكن 192 والفيكن طيب احنا عايزين نعرف هو دلوقتي نفذ الامر ده. طب نقرا سؤال تاني. اليوزرز اشتكوا ان الفريم ريلي كونكشن للكوربريت سايت very slow. Network administrator suspects that the link is overloaded based on the partial output of the show frame relay BVC. تمام. اول حاجه طبعا زي ما قلنا الفيكن والبيكن بيظهروا لي مع فريم ريلي BVC show frame BVC. Which output value indicate to the local router that traffic sent to the corporate site بتواجه ان الداتا المرسله للكوربريت سايت بتواجه congestion. الداتا المرسله طبعا الفيكن ان او البيكن ان. هو هنا مش جايب لي الفيكن ان، هو جايب لي البيكن ان بس، او الان بيكن اللي هي 192. فيكن ان مفيش، ان فيكن مش شايفينها. يبقى ممكن قصده من السؤال ايه اللي مسبب الاختناق في تواصل الراوتر ده اللوكال اللي احنا عليه مع الكوربريت، لان انا ما عنديش هنا غير البيكن بيساوي 192 وهو ده اللي اكسبيرينس ان فيه مشكله. طب نشوف كده. بيكن 192 فيكن 147 دي اللي هي فين؟ بس دي الاوت فيكن من هناك يعني. دي اف باكيتس ملناش علاقه بيها. طب دلسي بيساوي 100. ايه المشكله يعني دلسي بيساوي 100؟ انا مش عرفني الدلسي هناك كام، ما جابليش اي كلام عن الدلسي. لاست تايم بي في سي ستاتيوس تشينج ده ايه المشكله برضو ان اخر تعديل تم في البي في سي من نص ساعه. هي مشكله فيكن او بيكن. فيكن forward explicit congestion notification فيكن forward هي اللي بتعرفني. هو ما عنديش هنا في الصورة غير البيكن فهو اللي هنختاره. هو المفروض دلوقتي في الداتا السنت يجيب لي الفيكن مش البيكن. انا دلوقتي بيقول لي البيكن باكيتس 192، يمكن هي دي اللي مسببه اختناق. أو طبعا ده كده كده اختناق برضو 192 ده حتى لو تبع البيكن ده اختناق، بس المفروض اختناق وانا بستقبل، اختناق في الداتا المستقبلة مش في الداتا المرسلة.
اما فيكن 147 ده من هناك، من الراوتر اللي هناك، او ده الفيكن اللي حاصل هناك دلوقتي، هو جايب لي بياناته هنا. نشوف كده. طب يا جماعه، هو ما عنديش هنا اختناق غير في البيكن. نختار كده. هي دي الإجابة الصحيحة، برغم إن أنا مش يعني إيه، أنا اخترتها كده عشان هي اللي ظاهرة في الصورة. المفروض كان يجيب لي تحت الفيكن أو تحت البيكن فيكن. ويجيب لي لأنه بيقول لي سنت. لو قال لي في مشكلة اختناق بصفة عامة، ما قاليش سنت ولا ريسيفد، تبقى البيكن صح، نختارها على طول. حتى لو مفيش غيرها، هي دي نختارها على طول. يمكن يقصد بسنت داتا يبقى داتا اللي خارجة وخلاص، سنت أو ريسيفد. ما علينا، نخش السؤال اللي بعده. Which command allows you to verify the encapsulation type for a frame relay link؟ طبعا برضو ال LMI type بيظهر لي مع الفريم ماب اي بي. شو فريم ماب اي بي او شو فريم ماب. شو فريم ماب بيظهر لي زي ما قلنا اللوكال ديلسي والريموت اي بي ادرس والستاتيوس بتاعت اللينك اكتف ولا لا، وبيظهر لي ال LMI type، نوع البروتوكول اللي انا بستخدمه في الفريم ريلي. يبقى هنا بيقول لي ايه البروتوكول، ايه الكوماند اللي بستخدمه علشان اعرف نوع ال LMI. طبعا فريم ماب، شو فريم ريلي ماب. تمام. It has become necessary to configure an existing serial interface to accept a second frame relay virtual circuit. اصبح من الضروري ان انا اعمل configuration دلوقتي ل existing serial interface، للسيريال انترفيس موجود بالفعل عندي، علشان يقبل اتصال تاني من الفريم ريلي. يبقى مش بي في سي جديد، لا، ده فريم ريلي جديد خالص على نفس السيريال اللي عندي. يبقى احنا كده بنتكلم بوينت تو بوينت. يبقى انا لو هستقبل اتصال فريم ريلي تاني وما عنديش غير انترفيس واحد ولينك واحد بس او خط واحد بس، طبعا اقدر افعل عليه فريم ريلي واقدر اكريت بقى على الفريم ريلي واحد كذا بي في سي. طب لو عندي اتصال بي في اتصال فريم ريلي جديد خالص، هنا بيقول لي سكند فريم ريلي فيرتشوال سيركت. يبقى هنا وما عنديش غير فيرتشوال وما عنديش غير سيريال لينك واحد، يبقى هنا مضطر الجا للفريم ريلي بوينت تو بوينت، ان انا ابتدي اقسم سب انترفيسز للسيريال الوحيد اللي عندي، اعمل انترفيسز وهميه. which of the following procedures are required to accomplish this task؟ ايه من الاجراءات او الخطوات اللي لازم اعملها علشان انفذ ده؟ واختار 3. remove the IP address from the physical interface. طبعا الفيزيكال انترفيس لازم اشيل منه الاي بي ادرس، وابتدي اكريت سب انترفيسز، وكل سب انترفيس ياخد اي بي ادرس من سب نت مختلف. يبقى لازم كل سب انترفيس ياخد اي بي مختلف، والاي بي الرئيسي اللي على السب انترفيس الرئيسي لازم يتشال طبعا. يبقى دي اول حاجه صح. remove IP address from the physical interface. encapsulate the physical interface with multi-point triple B. اكيد لا علاقه triple B بالفريم ريلي. create the virtual interfaces with the interface command. تمام. اكريت virtual interfaces صح، اللي هي sub interfaces وهميه with the interface command. يبقى كاريت انترفيس F00.1 كده اول سب انترفيس وادي له اي بي، وF00.2 وهكذا. كاريت سب انترفيس ده انا شارحها في درس البوينت تو بوينت في الفريم ريلي. configure each، يبقى دي معانا. configure each sub interface with its own IP address. صح، لازم كل سب انترفيس يبقى واخد IP address مستقل. disable split horizon to prevent ايه، ماليش علاقه انا بالسبليت هورايزون هنا خالص، كنسل بقيه الاجابه خالص. configure static split horizon دي خاصيه في الراوتنج في الاي اي جي ار بي والبروتوكولات الجامده دي. وظيفتها ان الراوتنج تيبل لو خرج من عندي ما يرجعليش بنفس الهيئه او بنفس الصوره. راوتنج تيبل شكله 1 2 3 4 ما يرجعليش تاني وهو 1 2 3 4، لازم يحصل فيه تغيير عشان اسجله عندي، والا ما هو لسه خارج من عندي، ايه اللي يرجعه لي تاني؟ لازم يحصل فيه تغيير علشان ارجعه او يرجع لي تاني واسجله عندي. دي خاصيه السبليت هورايزون، ملهاش علاقه خالص بالفريم ريلي. configure static frame relay map entries for each sub interface network. اعمل configure للفريم ريلي ماب for each sub interface network. يعني لازم اقف على كل سب انترفيس واقول له فريم ماب اي بي
كذا. لا مش لازم، انا مجرد ما افعل الفريم ريلي على الفريم سويتش وعلى الراوتر، اي فريم انترفيسز سواء سب انترفيسز او المين انترفيس خلاص اتفعل عليهم الفريم ريلي. احنا قلنا في غرض معين من الماب، الغرض ده ان انا اشوف شبكه معينه او اشوف راوتر معين مفعل عليه الفريم ريلي انا بالفعل مش شايفه، فانا مش هحتاج هنا افعل الفريم ريلي ماب. كده كده لو انا وقفت على الانترفيس وقسمته سب انترفيسز واديت لكل انترفيس اي بي ادرس مستقل وفعلت الفريم ريلي، الفريم ريلي هيتطبق عليهم كلهم، بس فعلته بوينت تو بوينت طبعا. يبقى ريموف، اشيل الاي بي ادرس الاساسي من الفيزيكال انترفيس، صح. create virtual interfaces عن طريق امر انترفيس، صح. اعمل configure لكل انترفيس او sub interface ب its own IP address، صح. تمام. اوكي. next, what occurs on a frame relay network when the CIR is exceeded؟ ال CIR طبعا من هو اختصار ل committed information rate. CIR فاكرين ال MTU Maximum Transmission Unit الخاص بالانترفيس ده؟ قلنا حجم الباكت الاقصى اللي ممكن تعدي في الانترفيس ده. الكوميتد او الكوميتد انفورميشن ريت او السي اي ار ده الحجم الباكت الاقصى اللي هتعدي باستخدام الفريم ريلي. ده اقصى حجم للباكت اللي ينفع تعدي باستخدام الفريم ريلي. هنا بيقول لي بقى ايه اللي هيحصل لو السي اي ار زاد عن الحد. all TCP traffic is marked discard eligible. هيتم الغاء كل الباكتس الخاصه بالتي سي بي. اولا فريم ريلي لاير 2 بروتوكول لا بيفهم تي سي بي ولا يو دي بي، ده لاير 2 لسه ما وصلناش لمرحله التي سي بي واليو دي بي، فهو كده كده ما بيميزش بين الباكتس كلها بالنسبه له باكتس او بالنسبه له فريمز. خلاص، فهو ينفع يتعامل مع الطبقه الثالثه، بس التي سي بي واليو دي بي دول بيتحددوا في الطبقه الرابعه، وبالتالي هو بعيد كل البعد عن التي سي بي واليو دي بي. هو كل اللي هيحصل لما يلاقي السي اي ار زاد عن الحد بيبتدي يدروب الباكتس، يرمي، يتخلص من او ديسكارد، بيتخلص من الباكتس. وهنقولها بالمثال. نفترض ان الباكت اللي انا بعتها من راوتر لراوتر باستخدام الفريم ريلي متقسمه 6 اجزاء، 1 2 3 4 5 6. لو بعتهم وكان حجمهم كبير قوي، الراوتر او الفريم ريلي هيتخلص من اجزاء عشوائيه من الباكتس دي علشان يخليها في حجم السي اي ار المناسب ليه، اللي هو الحد الاقصى ليه. فراح متخلص من الجزء رقم 3 والجزء رقم 6، فبعت 1 و2 و4 و5. يبقى كده الجزء رقم 3 و6 تم التخلص منهم. طب الداتا هتوصل ناقصه هناك؟ لا، يسيب الداتا هولد هناك ويرجع تاني الفريم ريلي يقول له الباكت اللي انت لسه باعتها فيها الجزء 3 و6 ناقصين، هاتهم لو سمحت، ياخدهم ويكملهم. بس ده طبعا بعد ما يسلم الداتا الاول عشان يخلص منها، عشان ما يبقاش داتا زياده عن الحد ويوقف الاتصال. فبياخد اللي يقدر عليه اللي هو الحد الاقصى لنقل الداتا بالنسبه له اللي هو السي اي ار، ويرجع ياخد الدروب باكت او الداتا اللي وقعت منه يرجع يكمل بيها الداتا اللي بعتها فتوصل الداتا كامله، بس ده بيسبب بطء نسبي. فدي فكره الفريم ريلي. وبالتالي هو لما السي اي ار بيزيد بيتخلص من الباكتس كلها ايا كانت سواء تي سي بي او يو دي بي. all UDP traffic is marked discard eligible and beacon is sent. ملوش علاقه خالص باليو دي بي والتي سي بي خالص، الثلاث اجابات دول غلط. all traffic exceeding the CIR is marked discard eligible، صح. all traffic exceeding كل الباكتس او الترافيك اللي هيعدي السي اي ار هيتم التخلص منه بصوره متتاليه او بصوره مؤقته. شو انسر كده الاجابه رقم 4. تمام. يبقى دي فكره سي اي ار والفريم ريلي. which two statements about using the SHAP authentication mechanism؟ ايه الجملتين اللي يوصفوا الشاب بروتوكول في التريبل بي؟ اللي انا بس الشاب بروتوكول ده بروتوكول التشغيل اللي بستخدمه على التريبل بي. اختار 2. ايه الجملتين اللي يوصفوا الشاب؟ شاب uses a two-way handshake. بصوا دي يا جماعه، رجعنا تاني ل two-way و three-way والكلام بتاع مايكروسوفت الغريب ده. طيب الشاب طبعا تشالنج هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول، احد بروتوكولات
الاوثنتيكيشن بيستخدم في التشفير. البروتوكول ده قوي، ومايكروسوفت عملت منه ام اس شاب فيرجن 1 وفيرجن 2 اقوى من الشاب العادي، لان الشاب ده مالتي فيندور بيشتغل على كل الانظمه. مايكروسوفت حسنته شويه وخلته اقوى في ام اس شاب فيرجن 2. المهم ان الشاب ده بروتوكول تشفير. لو انت فكرت في التشفير كده هتلاقيه عباره عن تو واي هاند شيك. يعني الراوتر رقم واحد عايز يبعت داتا مشفره للراوتر رقم اتنين، فده هيبعتها مرفقه ببروتوكول تشفير، لازم التاني يكون معاه الكي علشان يفك التشفير، وبالتالي كده الداتا تو واي. لكن الشاب بروتوكول كعمل طفره بقى في الجزئيه دي، وكان فهمها صعب جدا بالنسبه لنا ولغايه دلوقتي لما كنا بندرسها في مايكروسوفت. فكره الشاب مبنيه على 3 واي هاند شيك مش 2 واي. ثلاث طرق، لانه بيعتبر ان الراوتر ده والراوتر ده مالهمش علاقه بالشاب نفسه، مع انه مفعل عليهم هما الاثنين، بس بيقول لي ان البروتوكول نفسه بيبعت التشفير للراوترين في نفس الوقت. الداتا مشفره بتروح للراوترين في نفس الوقت، سواء ده اللي باعت او ده اللي باعت بيبعت الداتا، فالاثنين مفيش واحد فيهم يعرف يفك التشفير الا لما الاثنين يستلموا الداتا. علشان كده يعتبر البروتوكول نفسه هو وسيط في فك الشفره، فهو يعتبر طرف ثالث معانا فمفيش راوتر فيهم بيجي يبعت الباتا ايه معلش تقريبا البروتوكول ده مقاس 43. معلش هنا غلط في الكلام، تقريبا الواحد من ضغط الشغل ابتدى يركز في الرجلين بس. طيب الشاب، الناس تفتكر كده ان التشفير، عمليه التشفير هنا ما دام في واحد راوتر هيبعت الداتا هيرفقها بالبروتوكول، يبقى كده الراوتر اللي ارسل الداتا ده عارف يفك الشفره، فاضل ان التاني يفكها وكده الداتا يتم نقلها بسلام بين الاثنين وبنجاح. لا، الشاب يعتبر في نفس الوقت بيرسل الداتا للراوترين في نفس الوقت ايا كان المرسل والمستقبل، وبالتالي مفيش واحد فيهم يعرف يفك الشفره الا لو الاثنين استلموا الداتا. علشان كده بنقول عليه 3 واي هاند شيك بروتوكول. 3 واي مش 2 واي. البروتوكولات العاديه بتاعت التشفير تعتبر 2 واي، لكن ده 3 واي. بصوا الجزئيه دي طبعا زي ما بقول لكم احنا حتى في مايكروسوفت لما درسناها كانت مبهمه بالنسبه لنا جدا، ولغايه دلوقتي هو ده اللي انا فهمته لما اتشرح لنا الشاب في مايكروسوفت من زمان جدا. فده اللي انا فهمته من الشاب، ان كل البروتوكولات اغلبها بتشتغل 2 واي، اما الشاب فمن البروتوكولات اللي بتشتغل 3 واي، لان هو نفسه ايا كان الراوتر المرسل او المستقبل هو بس البروتوكول اللي يعرف يفك التشفير. حتى لو الداتا خرجت من راوتر معين وراحت للراوتر الثاني، ده مش معناه ان الراوتر المرسل يعرف يفك الداتا او عارف كلمه السر، فاضل انه يستنى كلمه السر دي من الراوتر الثاني. لا، هو البروتوكول بس اللي يعرف يفك كلمه السر في حاله ان الراوترين استلموا الداتا. اوكي، دي فكره الشاب. يعني عشان كده اسمه هاند شيك، يعني بيستنى لما الداتا تخرج اللي خرجت من الراوتر ده تروح للتاني ويتم استلامها، والاثنين يفكوا بقى الاوثنتيكيشن في نفس اللحظه. وبالتالي الشاب هو 3 واي هاند شيك بروتوكول. شاب authentication periodically occurs after link establishment. طبعا الشاب ما بيشتغلش الا لما يحصل كونكشن. يعني انا فعلت الشاب دلوقتي ولا كاني قلت حاجه، طول ما هو مش شايف الطرف الثاني وشغال وبيبرنج عليه ولا كانك فعلت حاجه. الشاب نفسه مش البروتوكول تريبل بي، لا، الشاب التشفير مش هيشتغل الا لو حصل استابليشمنت للاتصال من الناحيه الثانيه، وبالتالي لازم يشعر بالطرف الثاني او بالراوتر الثاني علشان يبتدي الشاب نفسه يشتغل في الارسال والاستقبال. يبقى هو periodically occurs after link establishment. احنا نختار كام؟ 2. ماشي. شاب authentication passwords are sent in plain text. لا طبعا دي من مزاياه انه بيشفر الداتا MD5. من مزاياه انه بيشفر الداتا MD5 ببروتوكول تشفير جدا طبعا عارفينه اللي هو ال MD5. فهو ما بيبعتش داتا plain text ولا حاجه. plain text يعني واضحه وصريحه. Chab authentication is performed only upon link establishment. لا مش upon خالص، هو after link establishment. هو ما بيشتغلش وانت بتفعل البروتوكول. لا، مش مجرد ما كتبت تريبل بي اوثنتيكيشن شاب كده اشتغل. لا، مجرد ما يشعر بالتاني اب وشافوا بعض يبتدي هو يشتغل. فدي غلط. شاب has no protection
from playback attacks. لا طبعا هو معمول عشان البروتكشن اساسا. يبقى use 3 way دي صح. authentication periodically occurs. تمام. دروس مايكروسوفت جابت نتيجة برضه. refer to the exhibit which statement describe DLC 17. DLC 17 اللي هو ده. طبعا ده اللوكال DLC عندي او اللوكال بي في سي عندي عند راوتر 2. لو احنا بنتكلم من منظور راوتر 2 يبقى DLC 17 ده بيوصف رقم الدلسي عندي انا راوتر 2. يبقى هنا بيقول لي ايه الجمله اللي توصف DLC 17. DLC 17 is layer 2 address used by router 2 to describe a PVC to router 3. صح؟ ده layer 2 address وظيفته بيوصف اللينك او البي في سي اللي راحه لراوتر 3. صح؟ طيب دي اجابه. DLC 17 describes a PVC on router 2. لا طبعا ملوش راوتر 2 صح. DLC 17 بيوصف البي في سي اللي على راوتر 2. It cannot be used on router 3 or 1. لا ينفع طبعا استخدمه. خلي بالنا الدلسيهات ما ينفعش تقابل بعض وهي متشابهه، لكن ينفع تشتغل على انترفيس تاني في نفس الروتر عادي. يعني ينفع DLC 17 افعله على راوتر 3 بس على الانترفيس ده مثلا، او على بي في سي تانية ما تكونش رايحه لنفس الهدف عادي جدا. وبالتالي لا ينفع استخدمه على راوتر 3 وراوتر 1. DLC 17 describes the dial up circuit from ده هنعك بقى ويقول لي dial up. لا طبعا ملهاش علاقه خالص بالدايل اب، ده فريم ريلي. DLC 17 describe ISDN. عك بقى خلاص، انسى بقى الاجابتين اللي تحت دول، هي اصح اجابه اللي في الاول. لان DLC 17 layer 2 address بيستخدم فيه وصف البي في سي اللي راحه لراوتر 3. صح. تمام. What is the result of issuing؟ ايه نتيجة كتابة امر فريم ريلي ماب اي بي؟ ده برودكاست. نفس الكلام، رجعنا الامر تاني بتاع البرودكاست، وتاني قلنا امر البرودكاست ده وظيفته ان انا هكتب اي بي دلوقتي بتاع شبكة تانية غير شبكتي، روح شوفها وعرفه ان الدلسي نمبر بتاعي كذا اللي هو 202، وبعد اذنك هتلاقي راوتنج بروتوكول مفعل على الراوتر، خرجه معاك عشان يخلي الشبكتين يشوفوا بعض. ده امر البرودكاست. defines، يبقى ايه المردود بتاع امر اللي قدامي ده؟ defines the destination IP address that is used in all broadcast packets on DLC 202. define the destination IP address بيحدد لي او بيوجد لي الاي بي ادرس الديستنيشن المستخدم in all broadcast packets on DLC 202. صح. امر فريم ماب اي بي، هو عايزين بس نعرف what's the result. مش هو عايز النتيجة بتاعت الامر ده، المردود بتاع الامر ده. define the destination IP address that is used in all broadcast packets. لا طبعا مش all broadcast خالص. بيقول لي انه بياخد الاي بي او بيحدد لي الاي بي ادرس اللي هو 1.2 ده اللي بيستخدم في كل الاول برودكاست باكيتس اللي هتعدي على 202. لا غلط. define the source IP address that is used in all broadcast packets من DLC 202. لا مفيش all هنا خالص، ده هو بيتكلم دلوقتي على ان انا عايز اروح اشوف الشبكه دي بس باستخدام البرودكاست او باستخدام الراوتنج بروتوكولز بس. الاي بي ده او الشبكه دي اللي هي 192.168.1 مش all ولا حاجه. define the DLC on which packets from the 192.168.1.2 IP address are received. لا اذا كان ده لوكال اساسا، اذا كان ده ريموت اي بي مش لوكال. هو كده بيتكلم على انه لوكال اي بي لكن ده ريموت اي بي ادرس. يبقى define the DLC on which packets from. لا غلط. define the DLC that is used for all packets that are sent to. يبقى هنا بيقول لي بيحدد الدلسي نمبر اللي انا هستخدمه مع كل الباكيتس بشرط انها تكون مرسله من خلال 1.2 او تكون مرسله to the IP address 1.2. يبقى صح. هو هنا برفق الدلسي نمبر بتاعي لكل الباكيتس ايا كانت السبنتس بتاعتها بقى
اللي راحة لواحد اتنين أو اللي جاية حتى من واحد اتنين. خلاص، يبقى هنا برفق كل الباكتس اللي راحة وجاية من واحد اتنين ده بالدلسي نمبر بتاعي. دي أصح إجابة. طب قبل ما ندوس شو أنسر كده نراجع تاني. defines all destination IP address that is used. بيحدد كل الديستنيشن IP address. بيفاين قصدي مش all، بيحدد الاي بي ادرس ديستنيشن المستخدم في كل البرودكاست باكيتس على ديل سي 202. لا طبعا لو ديل سي 202 ممكن يكون رايح شاف واحد اتنين وشاف واحد تلاتة واحد 100 وكذا اي بي ادرس. فهنا الاي بي ادرس ده بيحدد لي كل البرودكاست داتا او كل البرودكاست او كل الديستنيشن يعني اللي انا هبعت لها برودكاست. لا طبعا، يبقى دي اجابه غلط. لا دي انا واثق انها غلط. اول واحده. define the source IP address. لا مش source خالص، ده مش source، ده destination IP. define the DLC on which packets from واحد اتنين are received. بيحدد الدلسي. لا ده انا برفقه بالدلسي بتاعي، انا ما بستنتجش دلسي من خلاله. الامر هنا بيقول لي ان انت بتستنتج من خلاله دلسي، لا انا برفق بيه الدلسي بتاعي. define the DLC is used for all packets that are sent to. ده دي اصح اجابه. شو انسر. تمام. next which. طب احنا كده ناخد بس البريك بتاعنا عشان شكلنا افورنا وبقينا نجيب سيرة باتا وشوية شوية ندخل على عمر افندي. فهناخد بريك كده 10 دقايق ونرجع تاني. الناس معايا؟ لماذا الأولى خطأ أستاذ جلال؟ الأولى خطأ اللي هي إيه؟ اللي هي السؤال اللي فات. define the destination IP address that is used in broadcast packets on DLC 200. بيقول لي all broadcast 202 ده مش رايح لواحد اتنين بس، ممكن يكون رايح لكذا destination تاني. فكده انا حددت ان كل البرودكاست يخرج من خلال واحد اتنين بس. لا، ممكن برودكاست يخرج من، لو انا كاتب 10005 ده برضه 202. 200 100 10 70 برضه 202 وهكذا. فهنا بيحصر البرودكاست باكيتس على واحد اتنين بس، على الديستنيشن ادرس ده، عشان كده هي غلط. طيب ناخد بريك 10 دقايق نبدأ يا جماعة. كل معايا؟ نكمل. لا خلاص الأمر ده خلص، أو السؤال ده خلص. which triple P sub protocol negotiates authentication options. طبعا احنا عارفين ان التريبل بي بيشتغل تحتيه بروتوكولين، واحد اسمه ال LCP Link Control Protocol، وواحد اسمه ال NCP. واحد مسؤول عن الاوثنتيكيشن والتحقق التريبل بي شغال ولا لا، واليوزر نيم والباسورد والشاب، الكلام ده كله اللي هو بروتوكول ال LCP. اما ال NCP لو في حاجه خاصه بالطبقه الثالثه اللي هي الاي بيهات او ما يخص السبنت والاي بيهات يعني بصفه عامه النتورك، ده بروتوكول النتورك كنترول بروتوكول. الاثنين دول شغالين تحت ال LCP تحت التريبل بي. يبقى بيقول لي انهي سب بروتوكول التريبل بي وظيفته التحقق من الاوثنتيكيشن. طبعا ال LCP. ال LCP وظيفته التحقق من الاوثنتيكيشن. تمام. What are two characteristics of frame relay point to point sub interfaces. الفريم ريلاي بوينت تو بوينت ايه الحاجتين اللي بيوصفوا الفريم ريلاي بوينت تو بوينت، ونختار اتنين. create split horizon issues. لا طبعا ملهاش علاقه بالسبليت هورايزون دلوقتي خالص. السبليت هورايزون ده routing. they require a unique subnet within
راوتنج دومين صح. لو انا هكري 2 سب انترفيسز او اكتر على انترفيس هفعل عليه الفريم ريلي، لازم كل سب انترفيس يبقى في سب نت مختلفه، وكل سب نت او كل سب انترفيس ياخد اي بي مختلف من سب نت مختلف. زي ايميليت ليز لاينز، دول بيحاكوا الليز لاين كأن بالظبط اشتريت 2 ليز لاين، يعني في حاله ان انا عندي انترفيس واحد وليز لاين واحد، لما اقسمه لسب انترفيسز كاني بكريت بصوره وهميه ليز لاين جديد. صح فعلا، لان السب انترفيسز وظيفته او بحتاجه لما هخلي سب انترفيس فيهم يتفعل عليه فريم ريلي بالبي في سيهات بتاعته، والسب انترفيس التاني هفعل عليه فريم ريلي تاني بالبي في سيهات بتاعته. يبقى هم فعلا بيحاكوا الليز لاين او بيعتبروا وسيله لانشاء ليز لاين وهمي. They are ideal for full mesh topologies. هم مثاليين لتوصيله الفول مش. الفول مش توبولوجي يعني ابقى انا شايف كل الرواتر من كل الاتجاه. يعني انا ابقى شايف راوتر 1 خارج مني كابل الراوتر 1، اسف، انا راوتر 1 وخارج مني كابل الراوتر 2، وراوتر 2 خارج منه كابل الراوتر 3، وراوتر 3 خارج منه كابل ليا، وخارج منه كابل تاني الراوتر 5، وراوتر 5 خارج منه، يعني كلنا شايفين بعض بكابل مباشر او باتصال مباشر. ده اسمه الفول مش. الفول مش يعني كل واحد فينا مش لازم يعدي على واحد تاني علشان يوصله للتالت، لا ده يقدر يتصل بالتالت على طول لان في بينهم اتصال مباشر. فهنا الفول مش ما بيتوفرش عندي من خلال يعني البوينت تو بوينت فريم ريلي، ما بيوفرليش الفول مش ولا حاجه، لا بيخلينا متصلين عادي اتصال ستار عادي جدا، شبكه عاديه، بس بينشئ لي خطوط وهميه او ليز لاينز وهميه. They require the use of NBMA options when using OSPF. ملناش علاقه خالص بالاو اس بي اف ولا بنتكلم عليه في حال تفعيل السب انترفيسز على الفريم ريلي او في حاله تفعيل البوينت تو بوينت على الفريم ريلي. ده زي ما قلنا جزء راوتنج ملوش علاقه خالص بالفريم ريلي. هو اصح اجابتين require unique subnet within a routing domain، بيحتاج كل واحد فيهم انه يبقى في سبنت مختلفه. الحاجه الثانيه ان هم بيحاكوا او بيعتبروا بديل للليز لاين الحقيقي كاني بكارك ليز لاين وهمي. تمام. Which command can be used to verify the DLC destination address؟ ايه الامر اللي بنستخدمه علشان نعرف الديستنيشن ادرس دلسي؟ احنا قلنا الدلسي لازم يتم ارفاقه، او في احيان بيتم ارفاق الاي بي ادرس الهدف برقم الدلسي بتاعي، وبالتالي ايه الامر اللي بستخدمه عشان يجيب لي الاي بي ادرس ده اللي مرفق مع الدلسي؟ طبعا ماب اي بي او فريم ريلي ماب. ده الامر اللي انا بستخدمه علشان اعرف الاي بي ادرس المرفق مع رقم الدلسي بتاعي. نشوف كده. تمام. What is the purpose of inverse ARP؟ زي ما قلنا الانفيرس ARP في حالة ان انا مش عارف الديستنيشن اي بي ده وعايز ارفقه بالدلسي بتاعي، وبالتالي بفعل الانفيرس ار بي وارفق بيه الدلسي، هو بيروح يجيب الريموت اي بي لوحده وبيرفقه مع الدلسي، وبالتالي بيحول الدلسي لاي بي او بيرفق الدلسي بالاي بي. دي فكرة الانفيرس ARP. To map a known IP address to a MAC address، لا طبعا مش known IP خالص، الاي بي ما اعرفوش اساسا. To map a known SPID to MAC address، ايه SPID دي؟ ليها علاقه بالفريم ريلي؟ لا، اجابه غلط. To map a known MAC address to an IP address، لا مش MAC address، هو بيماب دلسي ادرس لاي بي ادرس او دلسي نمبر لاي بي ادرس. To map known دلسي to an IP address طبعا صح، بيرفق او بيوجه دلسي نمبر لاي بي ادرس معين to an IP address. To map known IP address to the SPID ملوش علاقه خالص بالنون اي بي، لان انا بستخدمه عشان الانفيرس اي ار بي، بستخدمه لو انا ما اعرفش الاي بي فهو مش نون اي بي خالص. To map known دلسي to a MAC address، لا ما بنتكلمش فيه بالماكات خالص، بنتكلم فيه بالاي بيهات او بنكتب فيه اي بيهات او بحتاجه عشان يجيب لي الاي بي. فدي اصح اجابه، الاجابه الرابعه. تمام. بالاشاره للرسم. In the frame relay network, which IP addresses would be assigned to the interfaces with point-to-point PVCs؟ بالإشارة للرسم في شبكة الفريم ريلي اللي قدامي دي، أي IP addresses، أنهي IP هات هيتم تعيينها للفتحات
في حال تفعيل بوينت تو بوينت فريم ريلاي. طيب هو طبعا جايب لي ايباد، مش جايب لي ايباد في الرسمه، جايب لي ايباد بس فيه، بس نفهم من الرسمه حاجه، ان انا عندي ما دام عندي بوينت تو بوينت يبقى كل لينكين قصاد بعض لازم يبقوا نفس السبنت. كل لينكين قصاد بعض لازم يبقوا نفس السبنت. خلاص، يبقى على الانترفيس نفسه في كذا سبنت، يبقى متقسم كذا سب انترفيسز، وكل سب انترفيس في سبنت مختلف. ثواني نغير نزود الوقت. يبقى على الانترفيس نفسه متقسم كذا سب انترفيس، وكل سب انترفيس لازم يبقى في سبنت لوحده. مجرد ما اقسم كل واحد واحطه في سبنت لوحده لازم كل هدف قدامه يبقى في نفس السبنت بتاعته هو. خلاص، يبقى دلسي 16 ده لازم يبقى في نفس السبنت بتاع الدلسي 99، ودلسي 17 لازم يبقى في نفس السبنت بتاع الدلسي 28، لان هم على بي في سي واحده زي ما احنا شايفين. نشوف كده من الاجابات. دلسي 16 يبقى احنا قلنا ايه، دلسي 16 ودلسي 99 في سبنت واحده. نشوف كده هنا دلسي 16 1 9 2 1 6 8 10 1، ودلسي 99 1 9 2 1 6 8 10 2. دول في شبكه واحده. طب دلسي 17 1 9 2 1 6 8 10 1، ودلسي 28 1 9 2 1 6 8 10 3. دول في شبكه واحده، بس هم مش هم بس اللي في شبكه واحده، الاربعه في شبكه واحده. اكيد ما ينفعش، لان انا عندي بوينت تو بوينت زي ما قلنا، كل اتنين قصاد بعض يبقوا في سبنت لوحدها. دول كده كلهم في سبنت واحده زي ما احنا شايفين، فدي ما تنفعش. دلسي 16 1 9 2 1 6 8 10 1 جميل، ودلسي 99 1 9 2 1 6 8 12 1 على 24. لا طبعا ما ينفعش، دول كده سبنتين مختلفين، كده مش هكمل بقيه السؤال، لان دلسي 16 ودلسي 99 لازم يبقوا في سبنت واحده. دول كده اتنين سبنتس. طيب دلسي 16 1 9 2 1 6 8 10 1 تمام، ودلسي 99 10 3 كده شبكه واحده. هنا دلسي 17 10 2 و10 4 نفس اجابه رقم واحد، وبالتالي دي ما تنفعش، لازم يبقوا اتنين سبنتس مختلفين، مع كل اتنين دلسي قصاد بعض يبقوا في نفس السبنت. يبقى دول سبنت ودول سبنت مختلفة خالص، كده كلهم في سبنت واحدة، ما ينفعش. دلسي 16 1 9 2 1 6 8 10 1، ودلسي 99 1 9 2 1 6 8 10 2 تمام، كده سبنت واحدة. دلسي 17 1 9 2 1 6 8 11 1 تمام، كده سبنت مختلفة عن التانيين. ودلسي 28 في نفس السبنت بتاع الدلسي 17، كده صح، دي اصح اجابه. كل اتنين دلسي قصاد بعض ما دام مفعل بوينت تو بوينت، يبقى كل اتنين دلسي قصاد بعض يبقوا في سب انترفيس، يبقى في سبنت لوحدهم. وعلى روتر 2 اللي متكريت عليه الدلسيين بقى، دلسي 16 ودلسي 17 من خلال انترفيس واحد، ده كده دول كده سب انترفيسز، يبقى ده في سبنت وده في سبنت تانية خالص، يبقى دي اصح اجابه. تمام. What is the difference between CSU and DSU and a modem؟ ايه الفرق بين CSU و DSU؟ تاني CSU DSU وظيفته بيتعامل مع الداتا الديجيتال مع الروتر، وظيفته بيصدر الاشاره، هو اللي بيصدر النبضات اللي بتمشي في كابل الليز لاين، لان كابل الليز لاين ما فيهوش اشاره اساسا. اما كابل التليفون اللي فيه نبضات تليفون اللي هي الانالوج دي بركب لها مودم، عشان هو اللي بيعرف يترجم اشاره المودم او اشاره التليفون لاشاره انالوج يفهمها الكمبيوتر. السي اس يو هنا بيقول لي ايه الفرق بين السي اس يو والمودم. سي اس يو converts analog signals from a router to a leased line، هو الروتر بيخرج analog signal اساسا. A modem converts analog signals from a router to leased line. غلط طبعا، السي اس يو ما بيترجمش الانالوج سيجنال اللي خارجه من الروتر. سي اس يو converts analog signals from a router to a phone line. modem converts digital signals from a router to leased line. غلط. نفس احنا بندور على الاجابه اللي تتناسب مع الحاجه اللي احنا فهمناها او الحاجه اللي انا قلتها دلوقتي. السي اس يو بيترجم الاشاره الديجيتال، وهو اللي بيصدر الاشارات بقى او النبضات اللي بتمشي في الكابل، يعني الكابل فاضي ما فيهوش نبضات اساسا. الاجابه الثالثه سي اس يو converts digital signal from a router to a phone line. modem converts analog signal from a router to a phone line. النص الثاني صح، والنص الاولاني كله صح ما عدا اخره.
هو السي اس يو كونفرس ديجيتال سيجنال تمام. from router to phone line، لا مفيش فون اساسا، مفيش خط تليفون، ده from to leased line. convert from a router to a leased line، مش to a phone line. اما المودم converts analog signals from a router to a phone line، هو ممكن، بس هو بيعمل العكس، بيترجم الاشاره الانالوج لاشاره ديجيتال، فدي طبعا الاجابه كلها تعتبر غلط. CSU converts digital signal from router to leased line، صح، لغايه هنا تمام، بيحول اشاره ديجيتال من الراوتر للليز لاين. والمودم بيكونفرت الديجيتال سيجنال فروم روتر تو فون لاين، صح، بيترجم الاشاره الديجيتال من الروتر لخط التليفون، دي اصح الاجابه. تمام. which parameters or which parameters are used in calculate OSPF cost in Cisco؟ ايه علاقه السؤال ده بالوان؟ يعني هو طبعا الاو اس بي اف يعتبر راوتنج بروتوكول، وليه باب كامل في الامتحان اللي هو الراوتنج اللي احنا عديناه النهارده اللي فيه 52 سؤال ده. والاو اس بي اف يعتبر اتقل البروتوكولات، كلام عنه هيطول جدا، بس ممكن نجاوب على السؤال ده بسرعه، يعني يعني هو مش وقته خالص وجاي في مكان غلط، بس احنا هنقوله بسرعه، وهنعيد الكلام عن الاو اس بي اف طبعا في شرح دروس الراوتنج. طبعا عشان نحسب انسب او اقصر طريق الاو اس بي اف بيحسبه، بيعتمد على السرعه فقط، وعشان كده هو بروتوكول سريع، اسرع بروتوكولات اللي احنا درسناها هو الاو اس بي اف. اما بروتوكول زي الاي اي جي ار بي ابطا منه، لانه اولا ديستانس فيكتور، ليه بيريودك ابديت بتحصل كل 90 ثانيه. الحاجه الثانيه بيعتمد على الباندويتس والديلاي، اما الاو اس بي اف بيعتمد على الباندويتس فقط، وبالتالي تقييمه لاقصر مسافه شورتست باث هي بتعتمد على الباندويتس، على السرعه فقط. طبعا الكلام فيه هيطول، احنا هنا نختار باندويتس فقط. فبيقول لي هو بيحتاج ايه علشان يقيم او يعرف افضل مسافه؟ بيحتاج الباندويث فقط، عشان كده هو اسرع البروتوكولات اللي احنا درسناها. بس طبعا احنا قلناها كده بصوره سريعه، هنتكلم عليه تفصيليا ان شاء الله في الراوتنج. What command is used to verify DLC destination address؟ احنا ما عندناش غير الامر ده. ايه الكوماند اللي بيستخدم عشان اعرف الديلسي ديستنيشن ادرس، الديلسي اي بي ادرس؟ ما دام الامر بيكرر كتير كده يبقى تعرف انه هيجي في الامتحان، او ما دام السؤال بيكرر كتير تعرف انه هيجي في الامتحان. بيقول لي ايه الامر اللي بكتبه عشان اعرف الاي بي ادرس المرفق مع الدلسي، الديستنيشن ادرس اللي مع الدلسي؟ طبعا فريم ماب اي بي، شو فريم ريلي ماب. تمام. when a router undergoes، ايه undergoes دي؟ the exchange protocol within OSPF، برضو نفس الكلام، كلام على الاو اس بي اف. انا افضل نسيبه في وقته لان الاو اس بي اف هيطول معانا ان شاء الله في الراوتنج، درس تقيل جدا، وباب الراوتنج كله تقيل، يعتبر اكبر واقوى واتقل باب عندنا، فهنخليه في الاخر خالص واحنا بنحل الراوتنج. refer to the exhibit بالاشاره للرسم. what could be possible cause for serial 00 is down؟ ايه اللي ممكن يكون سبب ان serial 00 down؟ واختار اتنين. هو بيقول لي serial 0 is down، ممكن يكون معمول له shut down، وممكن يكون، نختار نشوف الاجابات. طيب layer 1 problem exist، layer 1 يعني ممكن لو انا مركب كابل غلط، او ممكن لو الكابل فيه مشكله، فهو فعلا layer 1 لو الكابل غلط، او انا اعمل له شات داون. نو شات، في نو شات هنا، مفيش نو شات في الاجابات، بس دي تعتبر اجابه من الاجابات. لو انا اعمل له شات داون ده يعتبر داون، بس الاجابه دي مش موجوده معانا. layer 2 problem exist، اكيد في في مشكله في layer 1، موصل كابل غلط، او موصل او الكابل مش واصل اساسا. the bandwidth is set to low، الباندوث هنا كام؟ 1.5 ميجا، ده زي الفل. باندوث 1500 كيلو، مفيش مشكله باندوث. بروتوكول ميس ماتش اكزيست، بروتوكول، هو بيقول لي البروتوكول داون، بس هنا بيقول لي برضه السيريال 0 از داون، دي مالهاش علاقه بالبروتوكول. سيريال 0 از داون يعني معمول له شات داون او مفيش كابل راكب. بروتوكول ميس ماتش اكزيست، لا مالهاش علاقه بالبروتوكول.
لان هو بيسالني على حاجه ما قاليش ليه في السؤال ما قاليش ليه البروتوكول از داون، بيقول لي ليه، وحتى معلمها بالاصفر اهو، ليه از داون السيريال انترفيس از داون انترفيس ستاتس. طيب an incorrect cable is being used، صح، لو انا ركبت كابل في غير مكانه برضو كاني ما ركبتش حاجه فهيقول لي داون. فالكابل الغلط راكب، صح، كأن مفيش حاجه راكبه فهيقول لي برضو داون، حتى لو برضو نفس المردود هيجي لي لو انا ما ركبتش كابل اساسا. there is an incorrect IP address on serial 0. incorrect ماله الاي بي ادرس 10.1.1.2 على 24 زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل. وبعدين لو الاي بي فيه مشاكل هيجيب لي بروتوكول، هيجيب لي مشكله في البروتوكول مش في الفيزيكال انترفيس. هم دول هنختار كام؟ اتنين دول اصح اجابتين. layer 1 problem exists، وهما الاثنين واحد على فكره، يعني layer 1 problem exists وان incorrect cable is being used، هما الاثنين layer 1 error. شو تمام تمام كده. ده كان اخر سؤال معانا في الكاتيجوريز بتاعت النهارده. احنا كده ماشيين بسيكونس كويس جدا، ان شاء الله نقدر نخلص في وقت ممكن احتمال باذن الله في اقل من 9 ايام ممكن نخلص الاسئله بتاعتنا. بس ان شاء الله هنحاول نضغط بقى الايام اللي جايه، يعني نحاول نكتر عدد الاسئله شويه علشان لسه معانا حوالي ساعه، فنستفاد منها ان احنا نزود فيها عدد الاسئله، بحيث ان احنا كمان نقلل عن التسع ايام ده لو انتوا فيكم نفس يعني. حد عنده سؤال؟ شكرا. طيب نحاول يا جماعة نشير، الناس معتمدة على الفيديوهات اللي بتتسجل، يا ريت نشير المحاضرات، روابط المحاضرات بعد إذنكم، يعني يبقى عمل خير انتوا بتشاركوا فيه. نشير روابط المحاضرات لأن أنا ما بلحقش أشيرها الحقيقة غير متأخر. ف يعني الرابط بتاع المحاضرة الأولى بس هو اللي أنا لحقت أشيره من بدري وأبعته بالإيميلات. فيا ريت انتوا تساعدوني في الجزئية دي، لما أنزل رابط المحاضرات شيروه، مش كل واحد يشيله مع نفسه وخلاص. خلاص. فيا ريت نشير رابط المحاضرات بعد اذنكم علشان الناس تحضر لايف، لان احنا عايزين نشوف اسئله لايف، عايزين حد يسال في شغله، حد يسال في حاله عمليه هو بيشوفها، لان ده اللي هيفيدنا. التواصل ده هو اللي هيفيد. اوكي، لان كده كده هو صحيح محدش حل امتحانات قبل كده ودي اول مره، فدي حاجه جديده، بس برضو ان احنا ندعمها باسئله عمليه بتقابل الناس فعليا، ده هيبقى افضل ويعني هيبقى احسن من جزئيه الشرح لحاجه في ايدينا بس. ف يا ريت بعد اذنكم نشير روابط الامتحانات كتير على قد ما نقدر. وبرضو زي ما قلت لكم عندكم روابط اللينكات كلها في اول تشات اهي فوق، في اول الشات خالص هنلاقي كل الروابط، يا ريت برضو نشيرها. الجروب بقى والصفحة والموقع، الموقع عليه دروس مفيدة جدا 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 هتعجبكم يعني، فلو دخلتوا عليه هتلاقوا دروس في مختلف المجالات. فشيروا برضو الروابط دي بعد إذنكم، يا ريت تساعدوني في الجزئية دي، لأن كل ما العمل ده انتشر كل ما هيكون ليه أجر كويس جدا 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 إن شاء الله. فيا ريت بعد إذنكم تساعدوني في جزئية الشير تاني بطلبها منكم لو سمحتوا. خلاص إن شاء الله. آه، هبذل قصارى جهدي إن المحاضرة دي تبقى بكرة على الإنترنت إن شاء الله، وأشوفكم بإذن الله يوم الاثنين الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.